أعزائي المشاهدين، برحب بكم في الحلقة 28. والنهاردة هتكلم معاكم عن السجود اللي بيتقدم للعذراء مريم داخل الكنيسة الأرثوذكسية. هو في الحقيقة سجود عبادة بيتم داخل الكنيسة الأرثوذكسية، ولكن الكنيسة الأرثوذكسية وشعب الكنيسة الأرثوذكسية بيدعي كالآتي: إن دوت سجود احترام. فالنهارده عشان نعرف السجود ده سجود احترام ولا سجود عبادة، لازم نراجع الكلام ده على كلمة ربنا، ونشوف كمان المراجع الأرثوذكسية بتقول إيه. عزيزي المشاهد، ما تاخدش كلامنا مسلم، وما تاخدش النهارده كلامنا ان احنا بنضطهدك او احنا بنكرهك. احنا بنحبك جدا وعايزينك تيجي للمسيح وتقرب منه وتعرف الحق بتاعه زي ما هو عنده حق في الانجيل. عايز المشاهد تابع معانا النهارده الحلقه، وراجع زي ما قلت لك المراجع دي معانا، وشوف الله عايز منك ايه. هيكون معانا النهارده في ضيف الحلقه دكتور تامر لؤى. مرحب بيك يا دكتور تامر. ازيك يا نسيم؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ انت ايه اخبارك؟ الحمد لله. انا سامعك بتقول عنوان الحلقه. بصراحه عنوان الحلقه ده يجنن ويشد، وعنوان كده زي الاجانب ما بيقولوا كده exciting، يعني محمس ويشد الواحد كده، يسخن كده. بصراحه يا دكتور تامر، في امر غريب جدا بيحصل عندنا في مصر. زمان لما كنا نقول يعني احنا بنسجد للعذراء او بنعبدها، احنا مش بنعبدها يا جماعه، احنا بنقدم لها احترام. اه. بما انك انت كنت شماس سابق في الكنيسه الارثوذكسيه، في سؤال يا دكتور تامر: هل في الكنيسه الارثوذكسيه بيتم عباده في طقوسها للعذراء مريم؟ بص يا نسيم، في الحلقات اللي فاتت احنا اتكلمنا عن لقب والدة الإله، وده في حد ذاته عبادة، واتكلمنا كمان على تقديم البخور وتقديم التسابيح للعذراء، وده طبعا نوع من أنواع العبادة. واتكلمنا امبارح على نوع اخطر من انواع العباده، هو التقوى او الخوف، ان الناس بتخاف من العذراء. وده لو تسالني ده اخبث انواع العباده. فمن بدايه الحلقات لغايه النهارده بيقدم ليها انواع من الممارسات اللي طبعا في طياتها بتحوي عباده. لكن النهارده انا حابب اتكلم على نوع تاني، ده سهل قوي ومباشر جدا، وما ينفعش حد يقول لي ده مش عباده، الا وهو السجود. هل يا ترى هل يا ترى الكنيسة الأرثوذكسية في طقوسها وفي ألحانها وفي تعليمها بتدعو إلى السجود المباشر للعذراء مريم؟ والمعروف إن كلمة سجود في أي ديانة هي سجود لله أو للإله أو الخالق. المسيح قال كده للرب لما كان في التجربة على الجبل، قال لإبليس كده: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. فموضوع اللي هي السجود ده في لوقا حد 4. ذاته بالظبط. ممكن نطلعه نقراه كده نسيم بسرعة؟ يا دكتور ممكن افتح عزيزي معلش المشاهد الشاهد. اه، اتفضل. اصحاح 4 عدد 8. ممكن نقراه كده بسرعة. بيقول المسيح في عدد 8، بيقول كده: كان في التجربة على الجبل، والشيطان قال له يعني هعطيك مجد وسلطان الممالك بتاعت الأرض ديت، بس اسجد لي. اسجد. فراح المسيح رد عليه في عدد 8، بيقول كده: فأجابه يسوع وقال: اذهب يا شيطان، إنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. كده المسيح بالكلام ده وبالاستشهاد اللي المسيح استشهده ده معناه انه بيقول كده ان السجود ده لله وحده بس، لا سجود لغير الله. طب يا نسيم، لو لو خلاص يعني فهمنا كده ان السجود لله بس، الموضوع ده فيه شويه محير في الكتاب المقدس، وكمان في طقس الكنيسه وفي عقيدتها. انا حابب ابتدي حاجه كده، اللي احنا كنا بنبتدي الكلام فيها من شويه. هل يا ترى الكنيسه بتسجد للعذراء مريم؟ هل في طقوسها وفي الحانها بتقول بوضوح وبكل صراحه نسجد للعذراء مريم؟ في لحن في لحن معروف قوي،
انا حابب اقراه لك، وانت يعني قول لي ايه رايك كده. انا هقراه عليك وقول لي هل كده الكنيسه ما بتشجعش على السجود للعذراء ولا لا. اللحن دوت، اللحن باللغه العربيه اسمه كده ميلادا عجيبا، اللي هو بيسموه البرالكس. آه، ده لحن كنسي كويس. مم. هقول لك هو بالظبط اللحن ده بيتقال في فترة الميلاد، وبيتصلى بعد لحن اسمه بيجن نيسي. لو دخلت على أي موقع لأي كنيسة قبطية، يعني أنا مثلا طبعته من الموقع بتاع كنيسة العذراء والأنبا أثناسيوس في مدينة نصر من باب الألحان. مم. اللحن اسمه كده لحن برالكس. بيقول كده، بيقول إيه، أو بالعربي ميلادا عجيبا. بيقول كده: ميلادا عجيبا ومولودا عظيما، رأى مم. الرئيس النجار ربا متأنسا، حبلا سمائيا وانحدارا بغير رجل، موضوعا مخفيا وحقلا لابن الله. كل معلمي روميا وحكماء أنطاكيا اجتمعوا كلهم إلى قيصرية، ينطقون بكرامة القديسة مريم. أدي التسبيح للعذراء مريم ابتدى أهو. بس ركز بقى، أنا في حتة كده هاجي عندها وهقول لك ركز معايا قوي، إن دي قنبلة يعني. مم. كل معلمي الكنيسة نظروا جمال فضائلها وطهارة بتوليتها ودعوا اسمها مريم. مم. حكماء العتيقة وطغمات الكنيسة رتلوا التسبيح وهللويا كما يليق مم. بها إلى الانقضاء. أدي أول كارثة يا جماعة. مفيش حد في جوه بيت الله ولا في السماء هيرتل لحد ولا هيقول لهللويا لحد غير للمسيح. ما ينفعش مم. تقول هللويا لغير المسيح. بس على العموم دي مش النقطة اللي احنا قصدينها في اللحن، لسه التقيل جاي ورا. بيقول كده: كما يليق بها إلى الانقضاء. صاحب القصارى الموسيقية تكلم في المزمور من أجل الحقيقي الذي أتى وخلصنا. اسمعوا اللي جاي ده يا جماعة، ويا ريت كل اللي سامعيننا يقولوا لي رأيهم إيه. أحب أشوف رأيهم في التعليقات. بيقول: أسجد أسجد تحت أقدامك يا سيدتنا كلنا والدة الإله، اطلبي إلى المسيح عنا ليغفر لنا خطايانا. لحن واضح جدا بيقول كده، بيشجع الشعب ان هم يسجدوا تحت رجلين العذراء. وهنا دي مشكله، ودي مشكله كبيره قوي. الأرثوذكس موافقين بالكلام ده يا دكتور تامر؟ اه، ده لحن بيتقال في فتره الميلاد، يعني ما فيهوش هزار. لحن كنسي بيتقال. وخلي بالك ده انا جبت لك بس لحن عشان الوقت. ده في حاجات تانية زي كده بكتير، وناهيك بقى عن السجود للعذراء مريم والتعبد ليها جوه الكنيسه. مم. ولكن اللي انا حابب نتكلم فيه النهارده يا نسيم هو موضوع السجود. طيب، في بعض الناس لما باجي اقول لهم على اللحن دوت وغيره من الطقوس والامور الكنسيه اللي فيها الكنيسه بتسجد للعذراء، بيقول لي لا، ده سجود احترام. انا مش عارف، مش قادر افهم المصطلح ده هم جابوه منين. لان السجود هو السجود عباده، ولكن مم. يعني هنحاول نرد عليهم ونفصص النهارده بالتفصيل موضوع السجود، وعايزين نوصل في الاخر. يعني انا هقول هدف الحلقه دلوقتي عشان اللي سامعني يركز معايا. هدف الحلقه بتاعت النهارده كده: هل يا ترى المسيح في مملكته، في مملكه العهد الجديد، هل امرنا ان احنا نسجد لبعض جوه مملكته ولا لا؟ مم. هقول تاني الهدف: هل يا ترى المسيح في مملكة العهد الجديد، المسيح لما جه حط قوانين يا جماعة لمملكة العهد الجديد. طبعا أساس القوانين دي الموعظة على الجبل وباقي التعليم اللي قالها في الإنجيل. مم. قال حتى أنتوا تسمعوا كده المسيح يقول لك: قد قيل لكم أما أنا فأقول. مم. في العهد القديم كان بيتقال لكم حاجة، أما بقى أنا في العهد الجديد هعدل تعديل تاني. هو مش هيعدل، قال يعني كل التعديلات اللي دخلها المسيح هي عبارة عن حاجة اسمها زود المستوى، على المستوى. بيقول كده: من نظر الى امراه ليشتهي فقد زنى بها في القلب. كان في العهد القديم اللي يزني يعني يزني، يعني يجيب واحده وينام معاها، ده اسمه الزنا. المسيح جه على المستوى.
لا، بدل ما الزنا يبقى اكتشوال باي بودي فيزيكال، لا ده اللي بس هيبص هيعتبره بيزني على المستوى. طيب، يا ترى الرب يسوع قال ايه على موضوع سجود بعضنا لبعض جوه بيته او في حضوره؟ هل يا ترى في حضور المسيح، سواء في الكنيسة او في اي مجموعة بتصلي للمسيح، ينفع حد يسجد لحد حتى لو احترام؟ مهم. انا حابب يا نسيم نعدي كده في جولة حلوة جوه الكتاب المقدس ونشوف الموضوع ده. برضو حاجة تاني، احنا نسيم عايزين نبص، هل يا ترى التلاميذ مم. نفذوا ده، ولا قبلوا السجود بعضهم لبعض، ولا خلوا الناس تسجد لهم؟ اعتقد لو وصلنا للموضوع ده من جوه العهد الجديد، ده كده ينفي الموضوع خالص. انا حابب بعد ما نشوف رأي العهد الجديد ايه في الموضوع ده وتعليم المسيح وتنفيذ الرسل ليه، حابب ندخل بقى في العهد القديم اللي فيه بعض الشواهد اللي بتلخبط شوية. في العهد مم. القديم تلاقي ناس من رجال الله كانوا بيسجدوا لناس تاني، تاني خالص، او بيسجدوا لبعض، وناس تاني من رجال الله رفضوا يسجدوا لحد سجود احترام، وكانوا هيتقتلوا ويموتوا بسبب كده. مم. فهنعدي بسرعة في كل الموضوع ده، ولكن تمام. المتفق عليه ان في كل الاديان وفي كل المعتقدات، من اللي دايما العابد هو اللي بيسجد للمعبود. دي قاعدة عامة. طيب، تمام. تعالى انا حابب نبتدي نسيم بلوقا 22، نشوف اتفضل. ايه القانون، ايه الدستور اللي المسيح حطه مهم. لكنيسته ولاي مجموعه بتجتمع باسمه، ايه طريقه التعامل بينهم وبين بعض. المسيح حط كده دستور ازاي مهم. المسيحيين جوه بيت الله جوه الكنيسه يتعاملوا مع بعض ازاي. الشخص اللي هو ممكن يكون اعلى قامه روحيه، سواء رجل دين فيهم او ممتلئ او يعني سميها زي ما تسميها، زي ما كل طائفه بتسمي بطريقه مختلفه. مهم، هذا الرجل رجل الدين، مهم. هل يحق ليه ان احنا نسجد له احترام؟ هل الشعب مسموح له انه يسجد لرجل الدين حتى سجود الاحترام؟ مهم. افتح كده معايا نسيم لقا 22. عزيزي المشاهد، افتح معانا النهارده الانجيل واكتب الايات دي وراجع ورايا. لقا 22 كام يا دكتور تامر؟ لقا 22 يا اخ نسيم. اطلع الشاهد ثانية. لقا 22 عدد 24 يا نسيم. ايوه. طيب، لقا 22 عدد 24 بيقول كده. يعني انا بحب احكي كده الشاهد بالبلدي عشان الناس لما تسمعنا اتفضل. تفهم. اتفضل. التلاميذ كانوا قاعدين مع بعض، قاعدين مع التلاميذ، فحصلت كده مشادة بينهم. كل واحد قال للتاني ده انا هبقى عارف، انت بس صبرك بس لما المسيح يدينا الروح القدس انا هبقى احسن منك، انا هبشر وهعمل. وكل واحد فيهم عمل فيها ابو لمعة وايه، وقاعد يتخانق مع اللي جنبه على مين مم. فيهم هيكون الاعظم في ملكوت السماوات. تعال نشوف المسيح رد عليهم على الخناقه اللي كانت بينهم دي، ورد عليهم قال ايه. في عدد 24 بيقول كده: وكانت بينهم ايضا مشاجره، من منهم يظن انه يكون اكبر. عمالين يقولوا يا ترى مين فينا هيكون اكبر في الملكوت. مم. فقال لهم، بص رد المسيح بقى، فقال لهم: ملوك الامم يسودونهم، مم. والمتسلطون عليهم يدعون محسنين. المسيح بيقول لهم بص يا جماعه، ملوك الامم يعني بره الكنيسه، الملوك والرؤساء والبرايم مينستر والوزراء ومديرك في الشغل، كل دول عند المسيح اسمهم كده ملوك الامم. خلاص، او مم. المتسلطون، الناس اللي ليها سلطان في المجتمع. بيقول الناس دي في مم. المجتمع بيتسيدوا على الناس اللي تحتهم. يعني اللي فوق يبص للي تحت يقول له شوف انت بتكلم مين، واللي تحت يقول للي فوق يا سيدي، واللي تحت يسجد للي فوق. كويس. المسيح بيقول لهم كويس. كده واللي تحت بيقول لفوق يا محسنين، ويسجد له ويطاطي راسه. المسيح قال لهم بره الكنيسه بيعملوا كده. اسمع بقى اللي جاي: اما انتم بقى يا تلاميذي، اما انتم يا تلاميذي فليس مم. هكذا.
حطوا يا جماعه 2 red brackets please، وحطوا 10,000 خط تحت كده. يا جماعه انتم مش كده. بره الكنيسه، بره اجتماع، بره اي اجتماع مسيحي يكون كده. الكبير يركب الصغير ويسوقه ويتسيد ويتسلط عليه، يعني يبقى هو ليه سلطان عليه ويقول له انا سيدك وانت تسجد لي. لكن بينكم وبين بعض ما يكونش ده، مفيش حد يسجد لحد ولا حد يتسلط على حد. بيقول لهم كده: اما انتم فليس هكذا، بل الكبير فيكم ليكن كالصغير. طيب منين يا جماعه المسيح بيقول الكبير فيكم يكون كالصغير؟ ومنين احنا بنقعد نشوف ناس جوه الكنيسه يسجدوا لحد او ناس تقول اسجدوا؟ ازاي ده؟ ازاي المسيح بيقول الكبير يكون كالصغير؟ يعني الاثنين زي بعض مفيش فرق. ومنين ده بيحصل ان جوه الكنايس ناس تسجد لقديسين او ناس تسجد للعذراء او ناس تسجد للاكليروس؟ ازاي دوت؟ يبقى هنا نفهم كده ان في مملكه المسيح مفيش حد لا يسجد لحد ولا حد يتسلط على حد. تعال نكمل. بل الكبير فيكم ليكن كالصغير والمتقدم كالخادم. يعني مفيش واحد فيكم يقول انا كبير، يبقى الكبير زيه زي الصغير. يعني تعاملوا بعض على نفس الليفل، نفس المستوى. ما تجيش تقول لي زي ما احنا سمعنا في اللحن دلوقتي احنا نسجد للعذراء. العذراء دي انسانه زيها زينا وصعدت وماتت وخلاص، وروحها صعدت للسماء زي ما اي واحد فينا لما بيموت روحه بتصعد للسماء. الابرار بيروحوا مع الابرار والاشرار بيكونوا مع الاشرار، وفي الاخر المسيح هيجي وهيدي كل واحد حسب عمله. يعني هيدي ده يقعد فين وده يقعد فين بناء على عمل ايه. الابرار هيخشوا مع المسيح بناء على ايمانهم بدم المسيح. الايمان بدم المسيح بيدخلك السماء. اما بقى كونك انت هتقعد فين في السماء او هتترتب ازاي، ده بناء على اعمالك وهيحاسبك عليه المسيح. هيقول لك انا اديتك وزنه واثنين وثلاثه، عملت بيهم ايه؟ كونك ما جبتش كتير ما جبتش قليل، ده مش هيفرق في دخولك، لكن ده هيفرق في ترتيبك. فالموضوع كده، الموضوع ان المسيح بيقول كده: يا جماعه كلكم واحد، الصغير زي الكبير، ما تتسلطوش على بعض ومحدش يسجد للتاني. طيب نكمل كده. لان من هو اكبر، بيقول لهم كده: يا ترى انتوا تعتقدوا يعني مين فيكم الكبير؟ الذي، يعني المسيح هنا بيسأل بقى سؤال استنكاري: الذي يتكئ أم الذي يخدم؟ مين اللي بيبقى الكبير؟ اللي بيبقى قاعد حاطط رجل على رجل على الكرسي، ولا اللي بيبقى عمال رايح جاي يخدم؟ مين فيهم الكبير؟ المسيح قاعد بيسأل. طبعا. نعم المفروض اللي قاعد. بالظبط، اللي قاعد ده الكبير والصغير هو اللي بيخدم. المفروض كده. بص بقى المسيح بيقول ايه، عكسها بقى المسيح بيقول ايه: أليس الذي يتكئ؟ هو هنا المسيح بيقول دي الإجابة الطبيعية زي اللي نسيم قالها دلوقتي. ولكني بص بقى بيقول، هو بيطبق على نفسه، بيقول ولكني انا بينكم كالذي يخدم. قال لهم يا جماعه الرغم ان انا الكبير بينكم ودي الحقيقه، لكن انا اللي بخدم بينكم. حماهم ووداهم وجابهم ووكلهم وشربهم وعلمهم وشال واستحملهم وخدمهم بعينيه، وما كانش بيتكبر عليهم ولا كان بيفرض عليهم شيء. ده الدستور اللي المسيح حطه لأي كنيسة او لاي مجموعه، اي حد بيجتمع باسم المسيح، ده السلوك اللي لازم يمشوا عليه. المسيح قال كده: ان اجتمع اثنان او ثلاثه باسمي فاني اكون في وسطهم. اي اتنين بيجتمعوا باسم المسيح، يعني انا نسيم، انا وانت دلوقتي قاعدين بنصلي باسم المسيح مع بعض، احنا مجتمعين باسم المسيح، بيبقى المسيح حاضر وسطينا بيني وبينك يا نسيم. ما مظبوط. ينفعش واحنا بنتكلم انا وانت اقول لك ايه ده انت ازاي تندهني باسمي كده؟ انت لازم تقول لي يا فلان وعلان، ولازم تقوم تقف وانت بتكلمني، ولا لازم تبوس ايدي. ما فيش الكلام ده. المسيح بيقول فليكن عندكم الكبير كالصغير. ده الدستور. تعال نشوف بقى تلاميذ المسيح طبقوا ده ازاي. احنا يا جماعه كل ده. اتفضل يا نسيم. يعني انا النهارده لما المسيح بيقول ان انا بخدمكم وانا اه خدام ليكم وانا الكبير بتاعكم هو بخدمكم، ليه تفتكر الناس اللي هم رجال الدين في الكنيسه الارثوذكسيه ما بيقولوش الكلام دوت؟ انت عارف كده الارثوذكس بيعملوا ايه؟ بيحقروا من العذراء مريم، لانهم هم لما يروحوا يسجدوا ليها بيقولوا لها كده انت صغيره مش كبيره. ان اللي بيروح يخدم
المفروض هو الكبير مش الصغير. بالظبط. وغير كده تمام. نسيم اه نقطة طبعا 100% صح. وفي نفس الوقت المسيح هنا بيقول لهم ما تعاملوش بعض زي الناس بره والملوك ما بيعاملوا الناس. الناس بره بتسجد وهم يتسلطوا عليهم. قال لهم ده ما فيش بينكم. بص يا نسيم، انا هحكي لك حاجة في اختبار ليا سريع كده، وده كان صدمة ليا طب. بصراحة يا نسيم. في الوقت اللي وصلني فيه الحق ان انا ما اسجدش او ما اعطيش على ايد حد ابوسها كويس. مم. اللي حصل ان رحت الكنيسة، وفي الوقت دوت كنت بخدم، والرب شغلني بكده. قال لي يا تامر ما توطيش على ايد حد تبوسها. مم. فقلت طيب. فطلعت حوش الكنيسة، وانا في حوش الكنيسة لقيت احد القصوص داخل، فسلمت عليه. مم. فسلمت عليه كده ورحت جايب ايده لتحت بكل ذوق وبكل محبة. يعني انا ما عملتش كده بتمرد حتى. فلقيته بص لي كده في عيني واستغرب. انا كنت بخدم مع المسبح مم. وما نطقش اكنه اتكهرب. راح بعديها اشتكى لباقي الكهنة. فاحد الكهنة التانيين شافني ماشي في الحوش، نده لي. اول لما نده لي راح مد ايده ورفعها وعملها كده. فانا نزلت برضو ايده لتحت. فقال لي انت ليه ما بتبص ايد الكاهن؟ هو عارف كويس ان انا شماس وبخدم معاه. قلت له عشان مش من حقك نبوس ايدك. ودي كانت صدمة ليا. هم كانوا بيتظاهروا بالتواضع مم. وان هم ناس متواضعة. لمجرد اني ما بوستش ايده، الكبرياء اللي في الشخص بان. مم. بس فهم عشان ايوه. كده نسيم بيحبوا كده. هم مش عايزين يمشوا يا خطوات السيد. اتفضل. طب يا دكتور تامر، في نقطة عايز اتكلم فيها. اتفضل. تفتكر النهارده لما الارثوذكس بيقعدوا يصلوا لربنا وبعد كده اه. بيكلموا العذراء مريم بيتشفعوا بيها او بيقولوا لها اي الحان، اي لحن من الالحان، لسه حتى ذاكرين لحن من شويه، مش اه ده اسمه سجود عباده طبعا. بص يا ولا نسيم. سجود احترام؟ بص. هو بيقول لك احنا مش بنعبد العذراء، احنا اه. بنكلم الله وبنقول له علشان خاطر امك، وبنقول لها يا مم. عذراء مريم اشفعي لنا عند ابنك معايا، وهو مم. ساجد وبيكلم ربنا. في السجود ايوه. في انواع، ممكن وانت محني راسك وانت راكع، المهم السجود بكل انواعه. تفتكر وانت ساجد ينفع اخاطب العذراء مريم؟ لا طبعا. بص يا نسيم، انت مم. ذكرت هنا نقطة حلوة، ودي اللي بتتقال. بيقولوا كده احنا مش بنسجد للعذراء. رد طلعوا فابريكوا رد كده. قالوا احنا مش بنسجد سجود للعذراء سجود عبادة، انما بنسجد لها سجود احترام. صح كده؟ مش ده اللي بيتقال؟ طيب. بالظبط. انا بعد الشاهد اللي انا قلته لك ده، المسيح حط قاعدة ان ايه، ان يا جماعة عاملوا بعض اكنكم الكبير زي الصغير والصغير زي الكبير، ما تعاملوش بعض زي الملوك اللي بره. طيب بص مم. بقى نسيم من هنا. العهد الجديد العهد الجديد حرم بآيات واضحة هنطلعها دلوقتي سجود الاحترام. مم. ركز معايا تاني. العهد عارف. الجديد حرم سجود مم. الاحترام. طيب. طب مم. والعهد القديم لما بتيجي تتكلم معاهم بيجيبوا لك كل الشهود من العهد القديم. انت هتقول لي يا تامر انت مش معترف بالعهد القديم. لا بس تعالى نشوف ايات، هنبص على ايات العهد القديم دي وهنفهمها. ايات العهد القديم يا نسيم اللي كان فيها سجود احترام كويس دي، مم. انا بتحدى اي حد فيهم. هل في اي شاهد فيهم تم جوه بيت الله؟ لا. مفيش ولا شاهد من ايات من سجود الاحترام اللي في العهد القديم اللي هنطلعه دلوقتي واحد واحد ونفنده واحد واحد، ولا واحد فيهم تم جوه بيت الله. جوه بيت الله ممنوع انك تسجد لحد، لا احترام ولا مش احترام، ممنوع. وفي العهد مم. الجديد، لان العهد الجديد مفهوم بيت الله في العهد القديم كان عباره عن خيمه الاجتماع وبعد كده هيكل سليمان. في العهد الجديد مفهوم بيت الله بقى اوسع، بقى كده ان اجتمع اثنان او ثلاثه باسمي فاني اكون في وسطهم. اي مكان بنجتمع فيه او اي مجموعه اشخاص بيجتمعوا تحت اسم المسيح مم. ما ينفعش يكون بينهم سجود الاحترام تماما. وبالذات ان كان حد بيمثل
تلاميذ المسيح او ماشي في نفس سكه تلاميذ المسيح، او اللي هو بلغه النهارده نقول عليه قسيس او كاهن او رجل دين، ده بالذات ممنوع منع بات انه يقبل الاحترام. تعال نشوف بسرعه، ندخل نشوف بطرس وهو اكبر التلاميذ مش سنا وبس، اكبر التلاميذ في المهام اللي خدها المسيح، اسند ليه مهمه الرعايه، قال له اتحبني ارعى غنمي. وقبليها لما قال له قال في متى 16 قال للمسيح انت هو يسوع المسيح ابن الله الحي، قال له على هذا الايمان ابني كنيستي، قال له ايمانك هو ده الصح، وهو دوت اللي انا عايزك تبني عليه المؤمنين اللي هيجوا بعد كده اللي يبقوا كنيستي. فبطرس ده انا بعتبره كده، تقدر تقول ايه زي دلوقتي كده، زي البطرك كده. خلاص، تعال نشوف هذا الرجل عمل ايه في موقف حد حاول يسجد له. افتح كده معايا نسيم اعمال الرسل اصحاح 10. وانا حابب هنحلل شويه النص ده عشان نفهمه حلو قوي، عشان ما حدش يبقى له حجه او ما يبقاش في ثغره. تحب تقرا نسيم معايا؟ معاك كام يا دكتور؟ اقرا كده في اعمال 10 من اول عدد 3. هو هنا قبل ما تبتدي بيتكلم عن واحد اسمه كرنيليوس دوت كان قائد المئة، قال 100 يعني اكنك دلوقتي بتقول مثلا لواء في الجيش كده مثلا ولا حاجه. ده ما كانش يهودي، كان اممي يعني مش من الامه اليهوديه، وكان راجل بار وظهر له ملاك. تعال نشوف الملاك لما ظهر له قال له ايه. ماشي. فرأى ظاهرا في رؤيا نحو الساعة 9 من النهار ملاكا من الله داخلا إليه وقائلا له يا كرنيليوس، فلما شخص إليه ودخل الخوف قال ماذا يا سيد؟ فقال له صلواتك وصدقاتك صعدت تذكارا أمام الله، والآن ارسل إلى يافا رجلا واستدعى سمعان الملقب بطرس، إنه نازل عند سمعان رجل دباغ معلش انا بيته عند هستوقفك هنا يا نسيم بعد اذنك. هو هنا الملاك قال له روح ابعت هات مين؟ بطرس. يعني اذا يفهم من النص ان كرنيليوس فاهم كويس قوي ان اللي هيبعت يجيبه ده انسان عادي جدا، وليس اله ولا حد طالع له جناحين ولا حاطين على راسه هاله بتنور ولا ايديه بتنزل زيت. هو فاهم كده كويس ان اللي هيروح يجيبه ده واحد اسمه بطرس. تمام. شخص، صح كده ولا انا فاهم غلط؟ طيب لا نكمل. مظبوط، الكلام واضح. يعني اذا كرنيليوس كان فاهم ان اللي هيقابله ده انسان. من عدد 6 إنه ايوه نازل عند سمعان رجل دباغ بيته عند البحر، وهو يقول لك ماذا ينبغي أن تفعل. فلما بالظبط. انطلق الملاك بالظبط، هنا الملاك بيقول له الراجل اللي هيجي بطرس ده هيفهمك تعمل ايه، تكمل ازاي الحياة مع الله. طيب انا هوقف القراية لغاية هنا بعد اذنك يا نسيم، وننزل بسرعة بقى لغاية عدد 35 ومزجني كده بقى نسيم وانت بتقرا. ماشي. من عدد 35 بل في كل أمة الذي يتقيه ويصنع البر مقبول عند الله عنده. عدد كام يا دكتور تامر؟ سوري انا اسف، 25. انا اسف معلش. ماشي. من عدد 25 ولما دخل بطرس، سامعني كده كويس؟ صوت كويس؟ سامعك. ولما دخل بطرس استقبله كرنيليوس وسجد واقعا على قدميه. وقف لي هنا. قم أنا أيضا إنسان. أقرأ تاني؟ يا ريت اقرا 10 مرات كده. بطرس استقبله كرنيليوس وسجد واقعا على قدميه، فأقامه بطرس قائلا قم أنا أيضا إنسان. طيب انا عندي كام سؤال كده في الايه ديت لكل اللي بيسمعوني، وبرضه نسيم ممكن تفكر معايا. كرنيليوس سجد لبطرس ليه؟ يعني هو في بدايه الاصحاح الراجل ده في ذهنه انه هيروح ان هيبعت يجيب واحد اسمه بطرس انسان. طيب ليه كرنيليوس سجد له؟ هل سجود عباده؟ لا احتراما. لا خالص. بالظبط، هو سجد له احترام،
لان كانت اولا دي عاده الشعوب اللي في الوقت ده، ان اللي في ايوه. رتبه عاليه، اللي في رتبه اقل يسجد للي في رتبه عاليه. وفي نفس الوقت كانوا بيسجدوا لرجال الدين او الناس اللي ليهم علاقه بالله، صح كده؟ فالراجل مظبوط. كرنيليوس ده ما غلطش، يعني ده بيسجد له احترام. ايه رد فعل مم. بطرس؟ فأقامه بطرس قائلا قم أنا أيضا إنسان. بطرس هنا جاب 10 على 10 في التست ده. زي ما مم. معلمه المسيح قال له يعمل عمل. معلمه مم. المسيح في لقا 22 قال له كده، قال له رؤساء الامم وملوكهم بيتسيدوا عليهم، الصغير يسجد للكبير. مم. عدى في الدرس. بطرس فاهم كويس قوي من المسيح التعليم ده، عشان كده قال لكرنيليوس كده: ما تسجدش، انا انسان. أيوه. انا نفسي افضل طول الحلقه اقرا في الشاهد ده واعيد وازيد فيه لكل الناس اللي للاسف في الكنيسه، سواء من طبقه الاكليروس اللي بيقبلوا ان الناس تسجد لهم، او الكنيسه اللي بتعلم نسجد للقديسين او نسجد للعذراء، او الشعب اللي يا عيني اعمى ومش شايف وبيسجد وهو مش عارف انه بيعمل خطيه سودة بالطريقه ديت، وبيشوه المسيحيه بيها. طيب. طبعا. طيب ادي كده بطرس رفض السجود. يا ترى الملائكه اللي في السماء؟ في بس سؤال يا دكتور تامر. اه، تحت امرك. ربنا يخليك، الأمر للمسيح. تفتكر النهارده لما الرسول بطرس رفض إن كرنيليوس يسجد له سجود احترام، اه، الكنيسة الأرثوذكسية جايبة منين السجود دوت؟ شوف، الموضوع السجود ده تسلل، يعني دخل الكنيسة من كذا باب، من كذا مم. باب. نمرة واحد، لأن المسيحية دخلت مصر في عصور قديمة، يعني أعتقد بعد أول 200 سنة من الميلاد، حاجة زي كده. وكان في أيوه. الوقت ده لسه العادات اللي كانت في المجتمعات دي إن الصغير يسجد للكبير، فطبعا دخلت العادات ديت جوه الكنيسة. مم. ورجال الدين بصفة عامة بيحبوا التفخيم وان هو يبقوا في هيلمان، ورجال الدين اليهودي برضو كمان. مم. ولما الناس ابتدت تنقض دوت جوه الكنايس، ابتدى يطلع لنا تعليم، وده تعليم متأخر مش من قبل كده، ابتدى يطلع لنا تعليم يردوا بيه، بيبرروا بيه السجود. يعني يا ريتهم يتكسفوا على دمهم ويلغوه، لا، الا انهم ببجاحة بيبرروا السجود ده، عالم بجحة. ليه؟ بيقولوا كده، بيقولوا لا، الناس بتسجد لنا سجود احترام، زي ما انت ما بتسجد لابوك في البيت ولا بتوطي تبوس على ايد امك. يا جماعه، احنا لسه المسيح بيقول رؤساء مم. الامم ورؤساء العالم تسجدوا لهم، هم كده. لا اما انتم فليس هكذا، انتم جوه الكنيسه او بين المسيحيين مش كده خالص. انتوا كلكم مم. اخوه. المسيح في متى 23 بيقول كده: جميعكم اخوه. انتوا كلكم زي أيوه. بعض، زي الاخوات. هو في اخوات بيسجدوا لبعض؟ في لا. اخوات بيوطوا على ايد بعض يبوسوها يا نسيم؟ لا، لا طبعا. مفيش. فبالظبط كده. فابتدى الموضوع يتسلل نسيم بسبب العادات الخطأ اللي كانت في العالم المحيطة بالكنيسة، والكنيسة دخلتها لرجال الدين. ولما ابتدى رجال الدين في الكنايس يتزنقوا، ابتدى يطلع لنا التعليم المشيطن دوت: ده سجود احترام مم. وده سجود عبادة. وابتدوا يبرروا دوت ببعض الشواهد في العهد القديم اللي حصل فيها فعلا سجود من قبل بعض رجال الله. بس لما تيجي تبص على السجود اللي حصل لرجال الله، ده كان لسببين: يا اما كانوا بيتعاملوا مع الامم المحيطه بيهم فكانوا بيعاملوهم بنفس اسلوبهم، ان في مم. التحيات يسجدوا لهم، او لو عايزين حاجه منهم يسجدوا لهم، ودي كانت حاجه في الوقت ده مشروع والكتاب بيوضح كده. او يا اما مم. كانت برضو بسبب الثقافه. كان زمان حتى جوه شعب الله الملوك، حتى اللي كانوا بيعينهم الله، كانوا بيعاملوا الناس بالطريقه ديت، وكانوا واخدينها من الامم اللي حواليها. لكن المسيح لما جه قال لهم لا، انا مش عايز ده في مملكتي. دي كانت عادات شعوب زمان في لقا 22 زي ما قلنا من شويه، لقا 22 24. لكن انا في مملكتي انا مش عايز كده، لا يكون هذا بينكم. هنعدي على الشواهد دي كلها وهنفصصها وهنشوفها. وللاسف ابتدت الكنيسه تاخد شواهد العهد القديم اللي فيها السجود دي زي اللبانه، وتكلم كل واحد يقول لك: طب يا جماعه،
انا بحط تحدي لكل اللي بيسمعني او اللي هيسمعني في المستقبل بعد كده. هات لي شاهد واحد من بتوع العهد القديم اللي الكنيسه بتقول ان دول كانوا شواهد سجود احترام، هات لي واحد فيهم بس حصل جوه بيت الله. هل جوه بيت الله حد سجد لحد ينسيه؟ انا بحط لا. التحدي ده قصاد الكل. طيب واحط تحدي تاني، هل في العهد الجديد في اي حد من تلاميذ المسيح او من الملائكه قبل السجود؟ تحدي تاني. لا. تحدي تالت وده الاقوى، هل رجال الله في العهد الجديد والملائكه في العهد الجديد قبلوا السجود ولا رفضوه وقالوا لا ما تسجدوا لناش؟ طيب نشوف. قالوا لا. انا ذكرت موضوع بطرس، هذكر بقى بعد اذنك هنسيما ندخل فيه شاهدين مهمين قوي ومتكررين في سفر الرؤيا بعد اذنك. اتفضل. رؤيا ممكن تفتح كام؟ معايا نسيم رؤيا 19:10. الشاهد ده متكرر مرتين في سفر الرؤيا. رؤيا سوري انا اسف، رؤيا 19، رؤيا اصحاح 19 عدد 10، ورؤيا اصحاح 22 عدد 8. نفتحهم كده مع بعض. رؤيا 19 عدد 10. يوحنا الرائي اللي هو كتب سفر الرؤيا، هقول لكم كده قصة الشاهد بسرعة. يوحنا الرائي وهو في شايف الرؤيا طبعا قاعد عمال يشوف هيلمانات وحاجات يعني تخلي شعرك يقف زي بيقولوا يعني. فعمال يشوف كائنات منورة وحاجات، مخضوض ومش عارف ايه ده. فهو في وسط الهيصة ديت شاف ملاك، واضح ان شكل الملاك ده كان نوراني بطريقة رهيبة، فراح سجد. طبعا يوحنا من اكتر تلاميذ المسيح المخضرمين، وكانوا المقربين للمسيح وكانوا ممتلئين جدا من الروح القدس، وكتب لنا انجيل يوحنا والرسائل، يعني حد معروف جدا، وكان رجل لاهوتي جدا، يعني اكتر انجيل لاهوتي هو انجيله اللي كتبه. يعني المفروض فاهم كويس زي بطرس ان ما ينفعش يسجد لحد غير الله، وما ينفعش كمان هو يقبل سجود من حد. هنا الراجل ده غلط، واضح انه غلط، انه ما كانش قادر يميز ايه الشكل اللي قصاده ده ملاك ولا المسيح، مش قادر يميز. تعالى كده نشوف. وسجد. شوفوا لما سجد طلع اللي شايفه ده ملاك. بصوا الملاك قال له ايه وركزوا. عدد 10 بيقول كده: فخررت امام رجليه لاسجد، فقال لي انظر لا تفعل. الملاك بيقول له ما تعملش كده يا يوحنا، انا عبد معك ومع اخوتك الذين عندهم شهادة يسوع. انا عبد معاك ومع اخواتك اللي عندهم شهادة يسوع. الملاك بينفذ كلمة المسيح في متى 23 بيقول وجميعكم اخوة، كلكم زي بعض، كلكم اخوات، مفيش حد يسجد للتاني، مفيش حد احسن من التاني، كلنا زي بعض. انت بتشتغل دكتور، انت بتشتغل صيدلي، انت بتشتغل بياع، انت بتشتغل نقاش، كلكم زي بعض، محدش يسجد تاني. انت معاك لاهوت وانت لابس جلاء، كلكم واحد، مفيش حد يتسيد على التاني. بص اسمع بقى بيتكلم ايه، بيقول له اسجد لله. حط يا جماعه 10,000 خط تحت دي، اسجد لله. هنا يوحنا كان بيسجد سجود احترام، هنا يوحنا كان بيسجد سجود احترام، مش عارف ايه ده، مش فاهم، فبيسجد خايف، بيهاب اللي شايفه دوت. يوحنا عمل نفس الغلطة دي تاني، وفي الغالب في نفس المرة التانية دي بقى يعني لحد ما كان فاهم، بس برضو سجد احترام، سجد خوف. تعالوا نبص الشاهد وانتوا احكموا معايا. في اصحاح 22 عدد 8: انا يوحنا الذي كان ينظر ويسمع هذا، وحين سمعت ونظرت خررت لأسجد امام، بصوا دي، امام رجلي الملاك الذي كان يريني هذا، فقال لي انظر لا تفعل. بص الملاك ما سكتلوش، اداله على طول، قال له كده، قال له انظر، لا بقول لك ايه ما تعملش كده. لاني عبد معك ومع، بص الملاك بيكررها تاني، بيقول له انا عبد معك ومع اخوتك، حط لي 100 خط تحت اخوتك، واخوتك الانبياء الذين يحفظون اقوال هذا الكتاب. وبيقولها له تاني يا يوحنا اسجد لله. كده بالثلاث شواهد دول في العهد الجديد على الشاهد بتاع لقا 22، 4 شواهد ينسفون تماما ان العهد الجديد بيلغي ويحرم سجود الاحترام جوه بيت الله.
او مع مم. رجال الله، مع رجال الله او جوه بيت الله، مفيش سجود احترام. على فكره انا كل ده انا مش بتكلم سجود عباده، لان كل الشواهد اللي جبناها دي ما كانتش عباده واضحه قوي، ده طبعا. كانت ناس بتسجد لناس احتراما ليهم. بالظبط. العهد الجديد بشت، وقفها، مم. وقفها كده واضح جدا، العهد الجديد وقفها. تمام. طيب تحب تقول ايه يا دكتور تامر على سجود ابراهيم؟ انت كده بقى هنبتدي ندخل في الشواهد اللي بيمسك فيها الناس اللي بتدافع عن سجود الاحترام. مم. قبل بس ما نخش بداية. في دي يا دكتور تامر، قبل ما اتفضل. نخش في دي بعد اذنك انا اسف، عايز بس ايه نقطه توضيح صغيره جدا. تفتكر لو العذراء مريم عايشه معانا على الارض وشافت اللي بيحصل في الكنيسه الارثوذكسيه، ايه هيكون رد اه فعلها؟ كويس. طبعا من انا التسبيح، من الطقوس اللي اتفضل. بيحصل لها، من التسبيح والسجود والتسبيح اللي بيحصل لها داخل الكنيسه الارثوذكسيه، السجود اللي بيحصل لها داخل الكنيسه الارثوذكسيه، ايه هيكون رد فعلها؟ طبعا هترفض، امم. ودليلي على انها ترفض ان ايوه. الملاك اللي يوحنا جه يسجد له رفض. امم. كويس. تمام. هو واضح، بعض الاخوات كتبت كده ابراهيم سجد الى الرب. هنرد دلوقتي. هو نسيم بس لسه ما كملش النقطة، هو بس يقصد سجود حاجة تانية يا اختنا. امم. نسيم هيوضح دلوقتي النقطة اللي ابتداها وهنرد عليها. لا هو دكتور نسيم تامر. بعض الطوائف سوري الارثوذكس او الطوائف الكاثوليكية بيقولوا كده ان ابراهيم سجد بعض القبائل اللي كانت حواليه عشان راح يشتري منهم حقل عشان يعملوا مدفن لمراته سارة لما ماتت، فسجد للناس دي عشان يشتري منهم المقبرة ديت. هنفتح الشاهد ده، ان ده ضمن الشواهد اللي الناس اللي بتنادي بسجود الاحترام بيستشهدوا بيه. هنفتحه ونشوف ليه سجد، وهل ده ينفع نطبقه جوه الكنيسة ولا لا. اتفضل يا نسيم. تكوين 23/7. طبعا يا نسيم انت هتمسك شواهد العهد القديم دول وهتعصرني فيهم شاهد شاهد وهتزنقني زي ما هم ما بيقعدوا يزنقونا، وفي الاخر الموضوع بره بيت الله خالص. بس يلا مش مشكلة. بس يعني عايزني افتح نتكلم كام يا فيها. نسيم بعد إذنك؟ افتح تكوين 23 عدد 7. تكوين 23. ثواني. مم. من أول عدد 7 بيقول كده: فقام إبراهيم وسجد لشعب الأرض لبني حس، وكلمهم قائلا: إن كان في نفوسكم أن أدفن ميتي من أمامي فاسمعوني، والتمسوا لي من عفرون ابن صوحر أن يعطيني مغارة المقفيلة التي له، التي في مم. طرف حقله بثمن كامل، يعطيني إياها في وسطكم ملك قبر. ممكن بقى يا دكتور تامر اكلمك اتفضل. بعقليه ارثوذكسيه اهو. ابراهيم سجد لانسان، ايه راي حضرتك انت؟ سميه ده بقى عباده برضو؟ لا بص يا نسيم، في الوقت ده تعالى نقرا شويه ال النص ده ونشوف الخلفيه مم. التاريخيه بتاعته. الخلفيه التاريخيه يعني ايه؟ يعني في الوقت ده كان بيعني ايه؟ وهل الله قال له مم. اعمل كده؟ هو الله قال له روح اعمل كده؟ لا، ما الله ما قالوش اعمل كده. دي كانت في الوقت ده عاده القبائل. مم. خلاص، دي كانت عاده القبائل. طيب هنا ايوه. في سؤال بيقول طب ازاي بيعملوا كده وهم حافظين الكتاب المقدس؟ طب الاخت عبير بتسأل بتقول طب ازاي بيعملوا كده وهم حافظين الكتاب المقدس؟ طب معلش وضحي السؤال شويه، انت تقصدي مين بطب ازاي بيعملوا؟ انت الارثوذكس. تقصدي الكنيسه ولا تقصدي الارثوذكس. ابراهيم؟ اه, مم. هنرد عليك السؤال ده. حلو جدا يا نسيم. ليه هم بيعملوا كده وهم حافظين الكتاب؟ لان يا اخت عبير قوانين الكنيسه عندهم اهم 100 مره من قوانين الكتاب. عندهم يمشوا كلمة الكنيسة وكلمة البطرك ويسجدوا له، ولا يسمعوش كلام المسيح ويرفضوا السجود لحد. مم.
فده اجابتي ليكي بسرعه. ولو انت عايزه اجابه كتابيه اكتر ممكن نفتح كده شاهد المسيح ذات نفسه قالوا عليهم. مم. معلش هنسيب، انا هطلع النقطه بس عشان نرد على الاخت لان السؤال حلو بصراحه. اتفضل. آه، في يوحنا 12، لو الاخت عبير متابعه معانا، يوحنا 12 مم. بيقول كده، بيقول في عدد 42. لو انت عايزه تعرفي ليه قيادات الكنيسه بيبقوا عارفين الحق وما بيقدروش يعملوه وبيعملوا للكنيسه بتقولوا حتى لو عكس الكتاب، علشان عدد 42 يوحنا 12 42. يوحنا 12 42 بيقول كده: مم. ولكن مع ذلك آمن به كثيرون من الرؤساء أيضا، غير أنهم لسبب الفريسيين، بسبب الخوف يعني من الفريسيين، لم يعترفوا، مش قادرين ينطقوا، مش قادرين يعترفوا بيسوع، لإلا مم. يصيروا خارج المجمع. لأن لو عملوا كده هيطردوا بره الكنايس، العمم السوداء والناس الإكليروس، وكلنا عدينا بكده وقت ما شهدنا بالحق. كل الرتب الكنسية اللي كنا فيها اتطردنا منها واتحجر علينا. مم. ان كنت شماس خلاص ما بتلبسش تاني، ان كنت بتخدم برضه ما بيمنعوك من الخدمه. بصي اسمعي يا مم. اختنا عدد 43 عشان تعرفي نفوس الناس دي: لانهم احبوا مجد الناس اكتر من مجد الله. حطي تحتها 10,000 خط. لانهم احبوا مجد الناس اكتر من مجد الله. مم. المسيح إلهك بيقول لك ما تقبلش السجود، والكنيسه بتقول لك لا خليهم يبوسوا ايدك. تسمع كلام مم. مين؟ ان كنت بتحب مجد الله هترفض دول وتقبل كلام المسيح. ان كنت بتحب مجد الناس بقى خليهم يسجدوا لك، بس ما فيش مجد مم. ليك من عند الله. اسف اني طلعت من النقطه نسيم، معلش، بس السؤال كان لازم يترد عليه بعد اذنك. اوكي. طيب بالنسبه نكمل لابراهيم. موضوع ابراهيم. بالظبط، ابراهيم هنا دي كانت عاده القبائل، زي بالظبط النهارده. نسيم انت رحت اليابان يا نسيم؟ لا انا نفسي اروح بصراحه، بلد مرتبه بطريقه رهيبه. طب هل اتعاملت مع يابانيين او حد من الشعوب الاسيويه قبل كده يا نسيم؟ لا لا لا، يعني ممكن كويس. اتقابلت مع بتوع الصين، مفيش. اه مم. كويس، انا اتعاملت هنا مع يابانيين ومع كتير من الكوريين وكتير من الشعوب الاسيويه. ايوه. هم دول يمكن اللي لغايه دلوقتي في عصرنا ده اللي تلاقي في ثقافتهم لما يحيوا بعض او الصغير يحيي الكبير تلاقيهم يسجدوا له او يحني له مم. راسه، او هم بينهم وبين بعض يوطوا لبعض كده. ده لسه في ثقافتهم. يمكن في ثقافتنا يعني في هذه الايام ما فيش الكلام ده. مم. فبالتالي دي كانت الثقافة اللي موجودة أيام إبراهيم ولغاية عصور كتير جدا. كان دايما الناس تسجد لحد لو عايزة منه حاجة، مم. أو الناس تسجد للملك، وده كان معروف جدا. فسجود إبراهيم ده كان عادة قابلية، عادة بين القبائل، كان راح يشتري منهم حاجة فبيترجاهم فسجد لهم. ده كان اللي كان دارج، دي طريقة التعامل. مم. بس والسؤال بقى يا اللي انت جايب لنا الشاهد ده وتقول عشان كده هنسجد لابونا ولا هنوطي على ايد ابونا جوه مم. الكنيسه، هل ده شاهد ينفع تطبقه جوه الكنيسه؟ ده رايح يشتري حقل من ناس غرب، عمل كده ان دي عاداتهم. مم. ينفع تاخد ده وتقول نسجد لابونا؟ عايز او يسجد تتكلم على للعبد. السجود او يسجد للعذراء؟ انت كده بتعتبر. بالظبط زي بالظبط اللحن اللي قلناه من شويه، اللي كانوا اللي بيقول لك نسجد عند قدميك يا ايتها العذراء ولية الاله. ايوه. كويس. فيبقى انت كده ما ينفعش تاخد الموقف ده وتطبقه جوه الكنيسه. عايز تطبق جوه الكنيسه خد الموقف بتاع بطرس بتاع اعمال 10، خد الموقف بتاع يوحنا الرائي في سفر الرؤيا 19 وسفر الرؤيا 22. دول الموقفين اللي اتاخدوا ويتبني عليهم عقيده ازاي نعامل بعض جوه الكنيسه. يعني النهارده ندخل يا دكتور تاني، النهارده قبل بس اخش في اتفضل. النقطه الثانيه، النهارده لو في حد جه وقال لك طب ما ابراهيم اهو سجد للقبيله اللي كان جنبه اه معايا، تقدر ترد عليه تقول له دي القبيله دي كانت غريبه، وان ده كان قبائل كان بيعملوا كده زمان، مش في الانجيل خالص، ده خارج الانجيل بص الكلام ده صح؟ بص يا نسيم، لما نخش اكتر في الشواهد بتاعت السجود في العهد القديم، انا حابب اقول لك قنبله كده ودي غريبه جدا. يعني دي من العيار التقيل. معلش يا نسيم اسمح لي افجرها دلوقتي بقى. اتفضل. في
في الشواهد بتاعت العهد القديم الكنيسه الارثوذكسيه بتجيب كل اللي هي السجود الاحترام اللي كان بين الناس وبعضهم، وده باين من النص هنخش فيه. كان سجود عادات قبليه، وما مم. بتجيبش رفض مردخاي في سفر. ودي الفكره اللي قايم عليها سفر استير كله. الفكره اللي اقولها لك دي دلوقتي، وهي رفض مردخاي السجود لهامان. وهامان كان وزير في الدوله، وكان في الوقت دوت في الدوله اللي كانوا فيها الملك قال كده: انا هكرم الراجل ده، ان كل واحد هرفعه وم كل واحد في الشعب يشوفه يوطي له السجود احترام، مش سجود عباده. دول ما كانوش يعرفوا ربنا كويس. مم. مع ذلك الراجل ده مردخاي رفض يسجد لهامان هذا السجود الاحترام، والدنيا اتقلبت على مردخاي وعلى شعبه، وهامان خرب الدنيا اللي عايز يبيد الشعب بسبب ان الراجل ده ما كانش عايز يسجد له. ليه ما بتجيبش الحتة دي؟ مم. العهد القديم كده في حاجتين، في شواهد ناس سجدت لناس بسبب عاده قبليه، ودي بره بيت الله، بره العباده خالص، معروف وهو بيسجد لهم ان دول ناس بره بيت الله، فخلاص ده مش بيحترمهم عشان حضور الله فيهم. لكن لما جه الموضوع بقى يكون في شق روحي، سفر استير بيقف وبيقول لنا هذا الرجل البطل رفض يسجد، وهنشوف رفض يسجد ليه. فكده في حاجتين جوه العهد القديم لازم نفهمهم، وهنفرقهم في الشواهد دلوقتي. العهد الجديد خلاص حسمناه من شويه. في العهد الجديد التلاميذ رفضوا تماما ان حد يسجد لهم، والملائكه رفضوا يسجد لهم. اعمال الرسل اصحاح 10، كرنيليوس وبطرس. كرنيليوس جه يسجد لبطرس، بطرس رفض قال له ما تسجدش، انا انسان مثلك. سفر الرؤيا 19 واصحاح 22 الملاك بيقول ليوحنا كده، بيقول له لا تسجد مم. لي، انا عبد معك ومع اخوتك. شكرا، ده العهد الجديد ما فيش سجود احترام تماما تماما. مم. يعني انا لو تسالني خلاص الماتش انتهى، نسيم، مفيش حاجه اسمها حد يسجد لحد، ولا ينفع خلاص، نحط في قوسنا. احترام ولا عباده. العهد الجديد نهاها تماما، والمسيح في لقا 22 نهاها. لقا 22 مم. 24 بيقول لهم رؤساء العالم يسجدونكم، لا يكن هذا بينكم. الموضوع انتهى. مم. فما ينفعش حد يجي يقول لي نسجد للعذراء ولا لحن يكون فيه سجود للعذراء. كل سنه وانت طيب، خلصت. مم. هنخش بس في شواهد العهد القديم دي ونطلع المفاجاه اللي فيها، وناخدهم واحد ورا الثاني ونفصصهم ونشوف ايه السجود اللي كان موجود ده وينفع اطبقه جوه بيت الله. وللمره الثانيه انا بكرر التحدي تاني: في كل شواهد العهد القديم اللي الكنائس اللي بتبيح سجود الاحترام لرجال الدين، هل في سجود في كل دول حصل جوه بيت الله يا نسيم؟ لو في حد ابدا. سامعني ويعرف يرد عليا اهلا وسهلا. نكمل بعد ابدا. اذنك. طيب اتفضل. نكمل بعد اذنك. سجود يعقوب، اسف، سجود اخوات يوسف ليوسف، اه ده في تكوين 33. تكوين كمان سين. 33. طيب هفتح معاك ونبص عليه بسرعة بعد إذنك. اتفضل. تكوين 33 عدد 3 لعدد 6. أوكي، تكوين 33 من عدد 3 لعدد 6. لعدد 6. طب ممكن تقرأوا لي كده يا نسيم؟ لا أنا أعتقد هو تكوين 37 يا نسيم، أنا مش شايف 33. تكوين 37. تكوين 33. اسف، معلش يا 37 دكتور. اه سجود يعقوب، اسف، سجود يعقوب لعيسو، تكوين 33. انت تقصد تكوين 33 سجود يعقوب. طيب. سجود يعقوب طب قبل قبل اسف. قبل ما ندخل في سجود يعقوب، بس حابب اشرح حاجه بسرعه في موضوع يعقوب يا جماعه. اتفضل. يعقوب لما راح يقابل عيسو، لما راجع مم. خلاص، كان يعقوب هربان من عند لبان وراجع يقابل عيسو. اول سؤال اساله بس لنفسك عشان نجاوب الحته دي صح: هو فعلا يعقوب سجد له، بس سجد له ليه؟ يعقوب سجد مم. لعيسو ليه؟ وهل يا ترى من السجود ده ينفع ناخده ونطبقه جوه الكنيسه؟ يا جماعه يعقوب بيقول كده، هو رايح خايف من عيسو لا يقتله، لا يقتله. مم. وقعد يصلي وجاب الصغيرين ورا، وحط الستات مش عارف فين، وحط الحيوانات والمواشي قدام. قال لك لئلا يأتي عيسو ويضرب الأم مع البنين. مم. كان خايف.
من خوفه سجد. تعالى كده خش معايا نسيم نقراها بسرعه ونوضح النقطه ديت. يا دكتور تامر، اتفضل. عيسو كان بايع البخوريه بتاعته اه معايا، اه يعني اتفضل. في نفس الوقت ما فيش عنده ايمان. فلما يسجد النهارده الواحد ما عندوش ايمان، وانت تيجي بتقارن لي ده بسجودي للعذراء مريم، انت بتتهم العذراء مريم انها ما عندهاش ايمان زي عيسو. بالظبط، يعني هو احنا بنسجد للعذراء مريم زي ما يعقوب سجد لعيسو؟ كارثه السودة دي. اهو لو جبت الشاهد ده وقارنته بسجودنا للعذراء مريم في الكنيسه الارثوذكسيه، اذا انت بتتهم العذراء مريم انها ما عندهاش ايمان زي عيسو. فللاسف الشديد الكنيسه الارثوذكسيه بتهين العذراء مريم بسجودها ليها في بيت الله. لو جابت الشاهد ده فعلا. طيب اتفضل انا يا دكتور. حابب عشان الايه المفتاحيه لحل الموضوع ده هي موجوده في الاصحاح اللي قبليه، بعد اذنك يا نسيم لو تحب نخش فيها. اتفضل اتفضل. في اصحاح 32 في اصحاح 32 بيقول كده وقال عدد. عدد براحتك. ثواني انا بس بطلعها الحته اللي هي قال الله فيها. قال الله فيها كده يعني ان هو هيستعطف وجه عيسو بهديه. مهم. بص تعالى كده خش عدد 8 بيقول كده. بيقول في اصحاح 32 عدد 8 بيقول وقال ان جاء عيسو الى الجيش الواحد وضربه يكون الجيش الباقي ناجيا. مهم. خلاص. هنا هو بيقول ان هو خايف وعمال يخطط، بيقول ان يعقوب لو جه هيضرب الجيش الاولاني. هو عمل جيشين، قسم الحيوانات والاولاد والناس اللي معاه، قسمهم جيشين، فقال لك لو ضرب الاولاني اديني التاني. فاذا الراجل هنا عامل خطه استراتيجيه حرب، لانه رايح يقابل حد عدو ليه على الرغم ان اخوه عايز يقتله. يبقى مهم. المناسبه السجود هنا واحد بيسجد لواحد لانه خايف منه. تعال نخش بقى بعد كده 33 اللي انت قلته يا نسيم. في عدد اتفضل. 33 بيقول كده اما هو فاكتسى قدامهم وسجد الى الارض. ده بيتكلم على يعقوب. وسجد 7 مرات حتى اقترب الى اخيه، فركض عيسو للقائه وعانقه ووقع على عنقه وقبله باكيا. يعقوب هنا سجد 7 مرات مش حبا ولا احتراما. يعقوب سجد هنا 7 مرات خوفا مرعوب من اخوه. وقرينا في اصحاح 32 انه بيقول كده لو عيسو ضرب الجيش الاولاني يبقى الجيش التاني سليم واقدر اهرب بيه. هل احنا طيب. بنسجد للقديسين ولا للعذراء عشان خايفين منها لحسن تضربنا؟ هل احنا لا بنسجد طبعا. لابونا في الكنيسه لحسن يضربنا؟ فالموقف ما ينفعش اخده واطبقه ابدا ابدا. انت قلت لي من شويه على موضوع بقى اخوات يوسف، وكنت بتقول لي على رقم صح 33، فانا بقول لك لا هو في 37. نفتح كده نبص على يوسف هنسين بعد اذنك. حاضر. تكوين 37 10. 37 كمان سين بعد اذنك. 37 10. 37 10. 67 10. ده حلم يوسف. طيب نقراه بسرعه. في سجود اهو يا بيقول دكتور تامر. نعم في سجود. ده سجود. ده هنشوف دلوقتي. هيسجد لاخواته وابوه وامه. هنشوف دلوقتي السجود مع يعني هنا يقصد ايه بالسجود. لو فهمنا في الحلم ده السجود معناه ايه هنفهم. هل يا ترى السجود معناه بالركبتين ولا يقصد حاجة تاني؟ هنفهم. تمام. طيب بص، هو في عدد 5 بعد اذنك هنسيم هقرا اللي قبلها بس عشان الناس تفهم. اتفضل. بيقول حلم يوسف حلما واخبر اخوته فازدادوا ايضا بغضا، فقال لهم اسمعوا هذا الحلم الذي حلمت. فها نحن حازمون حزما في الحقل، واذ حزمتي قامت وانتصبت فاحتاطت حزامكم وسجدت لحزمتي. فقال له اخوته، بص بقى تفسير اخوته هو ده اللي كان صح فعلا. ألعلك تملك علينا ملكا أم تتسلط علينا تسلطا؟
وازدادوا أيضا بغضا له من أجل أحلامه ومن أجل كلامه. ثم حلم. هنا هو في الحلم بيقول إن حزامكم سجدت لحزمتي، فقالوا له يبقى معناه كده أنت هتتسلط علينا. وده اللي حصل. هو بعد كده راح مصر وبقى هو الملك وبقى هو الآمر الناهي، وهو اللي قعدهم وهو اللي وكلهم وهو اللي شربهم وهو اللي بقى ملك عليهم فعلا. كويس. لسه هنيجي تمام. بالموضوع السجود. فقال إني حلمت حلما أيضا، وإذ الشمس والقمر و11 كوكب ساجدة لي. وقصاه على أبيه وأخوته، فانتهر أبوه وقال: ما هذا الحلم الذي حلمت؟ هل نأتي أنا وأمك وإخوتك ونسجد لك إلى الأرض؟ هنا في سؤال يا جماعة. يعقوب بيقول له لما سمع الحلم قال له كده، قال له يا ايه ده؟ هو معناه ان انا وامك واخواتك هنيجي نسجد لك للارض يا عيل يا مفعوص انت يا اللي اسمك يوسف؟ ده اللي هيحصل يعني؟ السؤال: هل معنى الحلم كان فعلا السجود؟ طيب انا اقول لكم بسرعه كده وبعد كده هنقرا. رحيل ماتت. رحيل ماتت من قبل ما يوسف ما يوصل للملك بكتير، وبالتالي رحيل تمام. ما راحتش وشافت يوسف في مصر خالص. فهنا يعقوب فهم غلط، فبيقول كده: هو احنا انا وامك هنيجي نسجد؟ لا يا عم يعقوب، ده الست هتموت من بدري. طيب تعال نشوف بقى الناحيه الثانيه. اخواته سجدوا له فعلا، ولكن السجود اللي سجدوه حتى اخواته ده لان كان في الوقت ده في الدوله الفرعونيه ده كان طريقه تحيه الملوك والوزراء، ان الشعب كان يسجد للملك وللوزير، عشان كده سجدوا له. وكمان فالحلم كان معناه كده ان هيروحوا دوله فيها ده بيحصل كده. تعال نشوف هل يعقوب بقى لما شاف ابنه يوسف هل سجد له؟ هنشوف الشاهدين دول عشان نتأكد هل ده ينفع يتطبق جوه الكنيسة ولا لا. تمام. تعالى كده تكوين نخش 42. نسين. تكوين. تكوين 42 عدد 6 نسين بعد إذنك. حاضر. تكوين في تكوين 42 في عدد 6 بيقول كده. بيقول: وكان يوسف هو المتسلط على الأرض وهو البائع لكل شعب الأرض، فأتى إخوة يوسف وسجدوا له بوجوههم للأرض. كان في الوقت ده هم مش عارفين ده يوسف، دول راحوا مصر لقوا واحد حاكم هيلمان، تعرف بقى مجد الفراعنة، وراحوا ساجدين له للأرض زيهم زي باقي الشعب. في الوقت ده هم سجدوا له ليه؟ لأن ده كان في الوقت شخص حاكم متسلط على الأرض. الكتاب الآية بتقول كده: متسلط على الأرض، فسجدوا له. قارن ده بكلام المسيح في لقا 22 عزيزي المشاهد، لقا 22 24. المسيح بيقول كده، بيقول: رؤساء الأمم بيتسلطوا عليكم والمتسلطون بيتسلطوا عليكم فتسجدوا لهم. قال للتلاميذ: أما أنتم فلستم هكذا. وقف كل الثقافات المسيح بالكلام اللي قاله في لقا 22 24. وقف كل السجود الاحترام اللي جاي لنا من ثقافتنا وعاداتنا وتربيتنا وحضارتنا وكل وقفوا. وحتى وهو هنا بيحصل في العهد القديم ما اقدرش اخده واطبقه جوه الكنيسه، لانه بيحصل بره بيت الله في مناسبات تانية مختلفه خالص. هنا اخواته ما كانوش بيسجدوا له هو الهيكل وهو جوه هيكل ربنا وهو رجل دين ولا قسيس، لا الموقف مش كده خالص. فهنا سجدوا تطبيقا للحلم. وتعالى نشوف هل يعقوب سجد لابنه. يعقوب في الاول فهم كده والحلم كان بيقول كده، لكنه ما سجدش، لان معنى السجود في قصه يوسف مش السجود بالركبتين. يعني ان يوسف هيبقى متسلط وهو الامر الناهي في ارض مصر، وهو اللي هينقذ شعبه، وهو اللي هيكون متسلط ايضا على شعبه وعلى عيلته، وهو اللي هينجيهم ويقعدهم في المكان اللي هو عايزه. ده معنى كلمه سجوده ليهم. تعال نخش ونشوف بقى لقاء يعقوب في تكوين 46، ونشوف يعقوب لما شاف ابنه هل سجد له فعلا ولا الحلم كان معناه حاجة تاني. 46 29 بيقول كده في عدد 29 اصحاح 46 بيقول: فشد يوسف مركبته وصعد لاستقبال إسرائيل أبيه إلى جاسان، ولما ظهر له
وقع على عنقه وبكى على عنقه زمانا، فقال إسرائيل ليوسف: أموت الآن بعد أن رأيت وجهك أنك حي بعد. هنا إسرائيل لما شاف ابنه ما سجدلوش زي ما بعض الناس بتعتقد وتقول لنا ما هو في الحلم الحزم سجدت لحزمة يوسف. السجود اللي شافه يوسف ما كانش معناه السجود بالركبتين، كان معناه انه هيكون متسلط وهو الملك اللي الكل بيسمع كلامه وبيمشي وراه. فكده نسيم برضو للأسف موضوع شاهد يوسف طلع في شنك. ده موضوع له كان جوه كنيسة، له كان جوه بيت الله، له كان موجه لرجل دين، وده كان سجود بسبب قانون مصر في الوقت دوت، ان الملك الناس بتسجد له او الوزير الناس بتسجد له. يعني نقدر نقول الحلم اللي حلم يوسف ده كان ربنا عايز يقول له انت هتكون متسلط على العالم كله، او هتكون بالظبط. ملك في الوقت ده. ده بالظبط. الفهم اللي الله عايز يفهمه له. بالظبط. طب دي ممكن وده ناخد اللي وده الشاهد اللي ده اخواته دكتور تامر؟ قالوه له. لا، الشاهد ده كمان بيرتبط مع الشاهد في سفر الرؤيا، لما بيقولوا ان هيجوا يسجدوا له، ان اللي هم يقولوا احنا يهود وليس يهود، وياتون اه. يسجدون عند قدميه. امم. افتح طيب كده معايا رؤيا نسيم. 3. اه اتفضل يا اتفضل. نسيم، رؤيا كام؟ رؤيا 3. اه اتفضل. اتفضل يا دكتور تامر. رؤيا 3 في من عدد كام يا نسيم؟ اقول لحضرتك. اعتقد رؤية 3 اللي هو الجزء بتاع بيقول والذين هم يهود وأنهم ليسوا يهود. أعتقد أنت تقصد الجزء ايوه، دوت، صح كده؟ بالظبط. طيب بالظبط. بص يا نسيم، اللي هي في كنيسة فيلادلفيا. 3 9 يا دكتور تامر. نعم. 3 9 9. في كنيسة فيلادلفيا بيقول كده ها أنا انا ذا زي. أجعل بيقول كده ها أنا ذا أجعل الذين من مجمع الشيطان القائلين أنهم يهود وليسوا يهودا بل يكذبون، مم. ها أنا ذا أصيرهم يأتون ويسجدون أمام رجليك ويعرفون. طيب مم. انا بستغرب يعني يا جماعه يا اللي عمالين تعوحوا في حاجه ملهاش لازمه. وللاسف الشاهد ده من الشواهد اللي بيستشهدوا بيه. الشاهد ده بيقول ايوه. كده، بيقول الله بيقول للناس الامناء اللي في كنيسه فيلادلفيا، بيقول لهم اصبروا وامسكوا كلمتي. وانا عارف ان في ناس يهود هو هنا في الكتاب قبل كده قلنا انه السفر هو مكتوب بلغه رمزيه. مم. كلمه يهود يعني الناس اللي بتعرف ربنا، على اساس العهد القديم كان كده. فبيقول له كده في ناس بيقولوا ان هم يهود لكنهم مش يهود، بيكذبوا، ما هماش مم. متمسكين باسم ولا حاجه، ده بيكذبوا عليك. بيقول كده ده دول مجمع الشيطان. ربنا بيقول للشخص الامين جوه كده، بيقول له انا هجيب بقى الناس الكذابه دي واخليها تسجد عند رجلك. هل هم كده يا استاذ نسيم؟ انا عايز اسالك سؤال، دول كده سجود احترام ولا سجود ذل؟ ذل. بالظبط، سجود ده ذل. في نقطه كمان. ده بيقول لك اللي هم بيقولوا ان احنا يهود ومش يهود، يعني اه. معنى كده الناس اللي بتروح تسجد للعذراء مريم في الكنيسه الارثوذكسيه هم مش مؤمنين، اه. لو طبقوا المثل دوت او طبقوا الكلام ده. بالظبط. يعني بالظبط. الكنيسه الارثوذكسيه بتيجي بتجيب الايه ديت وتقول لك اهو في سجود احتراما او عباده حسب ما هم يفكروا فيه. فلو انت اعتقدت النهارده ان السجود هنا هو بتاع سفر الرؤيا هو احتراما، فانت بتتهم الشعب الارثوذكسي كله ان ما عندوش ايمان. ده حسب يعني ايه الفكر ده الارثوذكسي. بيتهم الشعب الارثوذكسي انه شياطين؟ لان الشاهد بيقول كده، طبعا. بيقول انا هخلي في العدد ده بيقول كده الذين هم من مجمع الشيطان، بيقول انا هخلي مجمع الشيطان يجي ويسجد عند رجلك عشان اذلهم، عشان يعرفوا ان انا احببتك في الشاهد التاني. طب انتوا بتاخدوا الشاهد ده بتطبقوه على الشعب والاكليروس؟ يعني كده الاكليروس هم الناس صح، ويعني الشعب دول مجمع الشيطان والرب جايبهم يسجدوا عند رجلكم غصب عنكم. ده شاهد برضه ما يتطبقش على كده، ما ينفعش. مهم.
ما ينفعش بتقارن انت الشاي بلبن بالعربيه الفراري، حاجه تانية مع حاجه تانية خالص. نسيم، انا بس هحط الشاحن بتاع الموبايل بعد اذنك ثانيه واحده، ممكن؟ عشان في الغالب الشحن دي. ثانيه واحده، ثانيه واحده بعد اذنكم يعني يا جماعه. يعني نقدر نقول دلوقتي تطبيق المثل دوت بتاع الشاهد بتاع رؤية يوحنا اللاهوتي صح 3 وعدد 9، لو الكنيسة الأرثوذكسية طبقته على المشهد اللي بيحصل في السجود اللي بيتقدم في السجود فيه للعذراء والتسبيح اللي فيه سجود للعذراء، اعرف كده يا عزيزي المشاهد ان كده الكنيسة الأرثوذكسية بتتهمك ان انت من مجمع الشيطان. فعلشان ما تهينش نفسك وتهين العذراء مريم اللي هي بريئه من كل الكلام ده كله، اوعى تقدم ليها تسبيح فيه سجود، واوعى وانت ساجد تكلم الله وتكلمها، ان كده انت بتعمل حاجه اسمها زنا روحي ودعاره روحيه، وبتهين العذراء مريم اللي هي بريئه من كل الكلام دوت. اتفضل يا دكتور تامر. معاك يا نسيم. اتفضل. آه فالشاهد بتاع سفر الرؤيا ده انا شايفه يعني انا شفته كتير على المواقع الارثوذكسيه، وانا مستغرب هم حاطينه ليه. يعني يا جماعه هو الشعب بتاعنا ده، نعم. بيشتموا الشعب بطريقه واضحه جدا. اه بيشتموا الشعب بطريقه واضحه جدا. وغير كده ده شاهد ما فيهوش تعليم عن ان حد يسجد لحد. شاهد بطرس اللي طلعناه واضح جدا، واحد بيسجد لرجل الدين، رجل الدين بيقول له شكرا ما تسجد ليش، فول ستوب، خلص. هنا ايه اللي انت جايبه ده؟ بتقول الذين هم من مجمع الشيطان هخليهم يجوا يسجدوا لك. هو شعب الكنايس بقى مجمع الشيطان؟ طبعا كلام يعني غلط جدا. طب ايه المقصود؟ طيب حلو قوي، طالما الناس بيفهموه غلط انت هتيجي تسال طب تقول لي الشاهد ده معناه إيه؟ الشاهد ده معناه كده ان وهو المسيح بيفسره في الحته دي، بيقول كده، بيقول يسجدون امام رجليك ويعرفون اني انا احببتك. معناه كده يعني الناس اللي حاولت تاذيك جوه الكنيسه على الرغم انك ماسك في الحق، الله بيقول كده انا هكسرهم واخليهم يخضعوا لك ويسمعوا كلامك انت ويقولوا انت فعلا صح وفعلا الله معاك والله هو اللي حبك. هل ده شاهد يقول ان احنا نسجد لرجال الدين في الكنيسه؟ انا مش عارف. طيب في سؤال بعد اذنك يا نسيم، انا شايفه سؤال مهم وليه دعوه بالموضوع جدا. الاخت عبير فوزي سالاه، انا هساله لك يا نسيم، وانت برضو لو عندك اجابه حلوه رد لنا. ويا ريت تاخد لنا اكزامبل كده لبابا شنوده وانت بتجاوب على السؤال ده. ممكن اسالك السؤال يا نسيم؟ طيب اتفضل. بص، الاخت عبير فوزي بتقول لك كده الكنيسه الارثوذكسيه بتؤمن بالمسيح، هل بسبب الاعمال دي؟ وانا اسمح لي يا عبير احط بين قوسين الاعمال دي اللي هي السجود لغير الله. هل الاعمال دي اللي هي السجود والمجد القديسين وهكذا لهم الحق دخول السماء؟ هل الناس، هسالك السؤال تاني يا نسيم، هي بتقول هل الناس اللي في الكنيسه الارثوذكسيه اللي بتؤمن بالمسيح لكن في نفس الوقت بتدعو الى السجود للقديسين والبشر والاكليروس، هل دول الناس دي هتخش السماء؟ هقدر ارد عليك يا دكتور تامر من الانجيل. اتفضل. رؤية 22. مهم. افتح كده معايا رؤية 22 وعدد اتفضل. 15. ايوه. لان خارجنا الكلاب، بما انك ذكرت البابا شنودة يعني في الموضوع، لان خارجنا الكلاب والسحرة والزنا والقتلة وعابدي الاوثان. الرتبة الاولى الكلاب، خارجنا الكلاب. الكلاب ده هي الرعاة اللي هم ما بيرعوش شعب الله بالحق بكلمة ربنا، ما بينبحوش، اللي هم سابوا الصيام العذراء يخش في الكنيسة الأرثوذكسية لما الشعب ضغط عليهم. الكلاب هم اللي بيسيبوا الشعب ومش بيفهموهم الحق حسب كلمة ربنا، ومش بيقولوا ليهم روحوا اسجدوا لله زي ما قال بطرس في أعمال الرسل 10، وزي ما قال الملاك ليوحنا اللاهوتي. دول هم الكلاب، دي فئة الكلاب. والسحرة والزنا والقتلة وعابدي الأوثان، كل اللي بيعبد أوثان، بيعبد العذراء مريم، والعذراء مريم بريئة من الكلام ده. روح الشر اللي هي بتيجي في الكنيسة الروسية اللي هي ملكة السماوات هيكون خارجا. النهارده الله بيدي انذار، والنهارده يوم مقبول ويوم خلاص. لو الكنيسة الأرثوذكسية والشعب الكنيسة الأرثوذكسية النهارده رجع لله وقال له احنا بنتوب يا رب قدامك
عن اللي احنا عملناه، وعن الزنا الروحي اللي احنا عملناه، وعن سجودنا للعذراء مريم داخل بيتك ونجسنا بيتك باللي احنا عملناه دوت، الله هيسامحهم ويغفر ليهم. لكن طول ما هم متمسكين بالكلام الكذب دوت اللي هو الاكاذيب اللي دخلوها دي، هيكونوا خارجا. طول ما هم متمسكين يعبدوا اوثان هيكونوا خارجا. طول ما القاده الارثوذكس وبما فيهم البابا توادرس على راسهم اللي هو موجود دلوقتي مش راضي يعدل التعاليم الغلط ديت حسب كلمه ربنا، هيكون كده الحكم عليه خارجا يكون الكلاب مع البابا شنوده والبابا كرولوس. اتفضل يا دكتور تامر. طيب انا تأييدا لاجابتك يا نسيم، انا حابب الناس تعمل تيست كده في اللي انا هقوله لكم ده. خشوا على اليوتيوب، خشوا على اليوتيوب واتفرجوا على، اكتب كده عيد تجليس قداسة البابا شنودة. في كل سنة كان بيتعمل عيد في الكاتدرائية اسمه عيد تجليس البابا. اي بطرك بيمسك بيعملوا العيد ده. العيد ده عبارة عن ايه؟ هو احتفال بان البطرك يوم ما بيتعين بيبقى اليوم ده بالنسبه له زي يوم عيد الميلاد كده، مثلا نقول اتعين في شهر 11 في شهر 12، وبيجوا كل سنه يعملوا احتفال في الكنيسه باليوم اللي الراجل دوت اتعين فيه بطرك. خشوا وشوفوا الفيديوهات بتاعه البابا شنوده والاحتفال اللي كان بيعملوه ليه يوم عيد تجليسه، وعندكم مفاجاه. الناس لا ده شيء. كانت بيتعمل له ترانيم ليه مخصوص جوه الكنيسه. يا جماعه الكنيسه دي اسمها بيت الله، ما اسمهاش بيت البابا شنوده. الكنيسه دي معموله علشان تحتفلوا بالله فيها. لما يا حد دكتور اتفضل. اتفضل. لما حد يحتفل بحد تاني جوه الكنيسه ده اسمه زنا روحي. يوحنا المعمدان الرجل التقي البار قال كده: ينبغي اني انا انقص وهذا يزيد. يا انا اسف سلام. اني دخلت في نقطه البابا شنوده، بس بما ان في حد فتحها يعني. طيب حد يا جماعه قعد جوه بيت الرب وقعد على كرسي وخد المجد من الرب وخد المجد لنفسه، عايزين الرب في الاخر هيعمل فيه؟ هيطبطب عليه؟ هيقول له حبيبي يا بابا شنوده تعالى؟ ده انت كانوا بيسبحوا لك وبيسجدوا لك بجبهتهم للارض. شوفوا كميه، اتفرجوا على الفيديوهات، شوفوا كميه التسابيح والترانيم والسجود اللي ليه، والكرسي الملكي اللي كان بيقعد عليه والناس كلها خاضعه له. سبت ايه لله جوه بيته؟ عايز الله في الاخر يحطك فين؟ ده سؤال انتوا تردوا عليه وتبحثوا فيه. انا اسف والاخطر هنسيم من ده، معلش. لا الاخطر من ده بقى يا دكتور تامر، ان شعب الكنيسه الارثوذكسيه والقاده الارثوذكس بيجملوا قبح الكنيسه الارثوذكسيه وكذبها، ويجي يقول لك احنا بنسجد سجود احترام، رغم ممنوع. ان في ما العهد بص الجديد. بص يا نسيم، احنا بقالنا ساعه دخلنا في 4 شواهد. مفيش حاجه اسمها العهد القديم بيحرم صراحه، هو مش ضمنا صراحه يعني. الشواهد واضحه جدا، مفيش سجود احترام جوه الكنيسه. بطرس ابدا. رفض، الملاك رفض، المسيح قال مفيش ده بينكم، شكرا. ده حتى في العهد القديم مفيش حد سجد لحد داخل بيت ربنا، فالسجود بالظبط. معروف لله بس، ما ينفعش حد غيره. طيب ولكن للاسف الشديد زي ما قلت من شويه، الكنيسه الارثوذكسيه بتكذب وبتجمل قبح الكذب بتاعها بانها بتقول ده سجود احترام. نكمل يا دكتور تامر. امين. تحب ناخد امثله تاني من العهد القديم على السجود ونفصصها؟ يا ريت لان يا ريت. للاسف هي دي الامثله اللي واقفه عليها الكنيسه الارثوذكسيه وبتقول بناء على كده نحن نبيح سجود الاحترام جوه الكنيسه. في طب شواهد معينه تحب تدخل فيها نسيم؟ اه موسى اللي شاف ربنا وجه لوجه اتفضل. سجد، ايه رايك في الكلام ده؟ هنرجع تاني لنفس الموضوع. حماه اللي هو يسرون دوت، ده كان راجل ما هواش من شعب الله خالص، وكان عنده ثقافة زي ثقافة الأمم اللي كانوا في الوقت دوت. لسه ما فيش قوانين تقول إن زي ملكوت المسيح ما فيش حد يسجد لحد. فكانت دي الثقافة بتاعتهم، دي عاداتهم. ممكن مم. نفتح الشات ده بعد إذنك يا نسيم، هو أعتقد في خروج 18. خروج 18/7. وأنا أفتحه معاك بعد إذنك ونقراه، ونحلله ونشوف ده ينفع يتطبق على الكنيسة ولا لأ.
18:7 بيقول كده: فخرج موسى لاستقبال حميه وسجد وقبله وسأل كل واحد صاحبه عن سلامته ثم دخل آخر. أنا برضو في حاجة تانية عايز أقولك على نسيم. أنت عارف هو اتفضل. سجد له ليه موسى؟ ليه؟ عشان حماه، عشان مراته ترضى عنه بس. عشان الولية يعني ترضى عنه بس. ده تصريح ده ولا ايه؟ إيه؟ ده تصريح؟ هو يعني سجد للراجل عشان يوصوا بنته على موسى شوية. لا، طيب هي الواضح الشاهد ان هنا. بنته كانت خاضعه لموسى او خاضعه للرب وخاضعه لموسى على فكره. موسى لما بالظبط. جه مشيت معاه، ودي اه الست اللي هي العاقله اللي بتسمع الكلام اللي هي فاهمه وماشيه ورا ربنا بجد. فهنا اتفضل يا هنا دكتور. واضح جدا موسى لما سجد لحماه، واضح جدا ان دي كانت عاده الشعوب. وفي حاجه تانية انا عايز اقولها لك: الشعوب دي اتفضل. كانت في عاداتها ان لما تسجد له هو بيسجد لك، يعني في تبادل. مم. كويس. لما ترجع لثقافتهم كانت كده. فهنا موسى لما سجد دي كانت عادات عندهم. وارجع واقول لك تاني: طب ليه بطرس، ليه اذا كنت بتقول بناء على الشاهد يا كنيسه يا ارثوذكس، اذا كنت بتقول بناء على الشاهد ده انا هبيح للناس انها تسجد للإكليروس، أو تسجد للقديسين، أو عادي أحط في التسبيحة نسجد عند قدميك أيها العذراء مريم. ليه أنت مش قادر تفرق بين الشاهد ده وبين شاهد بطرس؟ أيهما بالأولى؟ بطرس رفض. طب ايوه. والشاهد ده هتقولي طب ما ممكن ناخده؟ لا، ده واضح جدا ان ده بسبب الخلفيه الثقافيه والتاريخيه. دي كانت الطريقه اللي الشعوب دي بيتعاملوا بيها مع بعض. وهنشوف بعد كده في امثله تاني هنخش فيها جوه الكتاب في العهد القديم ان ملوك بني اسرائيل ذات نفسهم في ناس سجدت لهم، لان كانت دي العاده ان الشعب يسجد للملوك. دي عاداتهم، دي ثقافتهم. بس. طيب ايه فواضح جدا رايك يا الراجل دكتور؟ بيسلم على حماه، وده راجل من حته بره خالص مصر وغريب عنه ولسه متجوز بنته، فكانت دي الطريقه العالميه للتحيه. اتفضل. مم. ايه رايك في سجود سليمان لامه؟ نفتحه ونشوفه. اوكي. تفتكر كان فين يا نسيم؟ ملوك الاول الصح الثاني 19. ملوك الاول اصحاح الثاني 19. اه. لا 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 19. بيقول كده: فدخلت بالشبع إلى الملك سليمان لتكلم أدونية، فقام الملك للقائها وسجد لها وجلس على كرسي، ووضع كرسيا لأم الملك فجلست عن يمينه. أرجع تاني مم. لنفس النقطة: هل ده كان جوه بيت الله يا جماعة؟ الناس اللي سامعني، هل ده كان جوه بيت الله؟ لا. طيب سليمان رغم هنا ان لما سجد لها. اتفضل. سليمان باني الهيكل. سليمان اه بنى الهيكل بتاع ربنا، والله ايوه حل فيه بروحه، اه والله بدأ ان هو يبارك سليمان فيه. اتفضل. ايوه. لكن مع ذلك دي كانت ثقافتهم، دي كانت ثقافة الشعوب. والمسيح في، هفضل أكرر الشاهد تاني، لوقا 22 عدد 24 و25 بيقول كده: يا جماعة ملوك العالم يتسلطوا عليكم، ده قانونهم، هم ليهم سلطان فانتوا تسجدوا لهم. وقال مم. للتلاميذ ده بره، ده بره كنيستي، جوه بيتي مفيش كده. نو مم. واي، انا مش عايز كده جوه بيتي. سليمان كان في الوقت ده ملك، وملك كان معروف بين الملوك، وكان عندهم عادات وتقاليد بعيدا حتى عن كلمة الله. مم. كويس. فدي كانت عاداتهم، كانت مم. دي الطريقة اللي بيعملوها عشان يحيوا بعض. فخلاص المسيح لما جه هذا الجانب من الثقافة لغاه، وقفوا بوضوح، والتلاميذ بعديها وقفوه بوضوح. بطرس وقفه. وجينا بعد كده في سفر الرؤيا الملاك بيقول ليوحنا: يا عم ما تسجد ليش، بيقول له بالعربي الفصيح: ما تسجد ليش، انا زيك. مم. اتفضل يا نسيم. طب ايه رأيك في سجود لوط للملكين؟ لوط وقت برضه نفس الموضوع. لوط لما شاف الملاكين هو شافهم على شكل بني ادمين، هم ما كانش منظرهم ملاكين بجناحات والنور طالع من عينيهم، كان شايفهم ناس عاديه. ودي هرجع، دي كانت الطريقه اللي الناس بيحيوا بيها بعض زمان، ثقافتهم كانت كده. مم. كويس. ولكن هو ما مملكة كانش، وهو بيسجد لهم كانت دي ثقافه، ما كانش عارف ان هم ملائكه. والدليل ان كلامي صح ان في العهد الجديد
سفر الرؤيا اصحاح 19 و22، يوحنا لما سجد للملاك، الملاك فوقه قال له لا تسجد، انت عارف كويس، ممنوع. مم. ممنوع. انا ملاك، عرفه بنفسه، قال له انا زي زيك، ممنوع. عبد زي. بالظبط. مم. عندك شواهد تانية يا عم من اللي بيجيبوها الجماعة اللي عايزين يسجدوا في وخلاص كتير دول؟ يا دكتور تامر، في كتير. بس اتفضل. انا يعني في عندنا سجود يؤاب وابشالوم للملك داود. ده فين؟ في صموئيل الثاني صموئيل على ما 14. اعتقد. نعم. صموئيل الثاني 14. صموئيل الثاني 14. صموئيل الثاني 14، نفتحه طب مع بعض. انا نفسي ان اعزائي المشاهدين يتابعوا معانا الكلام ده ويفتحوا الانجيل، لان كلمه الله نور وسرار. صموئيل الثاني 14 اعتقد 22 يا نسيم بتهيألي. 22 و 33. طيب، بيقول كده: فسقط يؤاب على وجهه إلى الأرض وسجد وبارك الملك، وقال يؤاب: اليوم علم عبدك أني قد وجدت نعمة في عينك يا سيدي الملك. إذ فعل الملك قول عبده. ثم قام يؤاب وذهب إلى جشور، وأتى ببشالوم ده إلى عدد أورشليم. 33. نعم. عدد 33. آه. عدد 33. عدد 33. مم. بيقول فجاء يؤاب إلى الملك وأخبره، ودعا إبشالوم، فأتى إلى الملك وسجد على وجهه إلى الأرض قدام الملك، فقبل الملك إبشالوم. مم. برضو هرجع وأقول لك، هنا دي كانت في مشاكل بين داوود وإبشالوم، وكان في الوقت ده شوية مشاكل كده. مم. فالسبب السجود هنا واضح جدا. أولا دي كانت ثقافة الشعب، ثانيا واحد خايف من التاني فبيسجد، أو في حل مشاكل. ده ما مم. نقدرش نطبقه على علاقة المؤمنين ببعض جوه الكنيسة. ما اقدرش اخد الشاهد ده واقول لهم زي ما كان الملك زمان متسلط على الناس والناس تسجد له، الاكليروس الناس تسجد لهم. المسيح وقف ده. ده ما اقدرش اطبقه مم. جوه الكنيسة، ده له جوه بيت الله، وده كمان عكس الكلام اللي المسيح عايزه في مملكته. فمعلش يا نسيم، ولا الشاهد ده ينفع. خش لي على اللي بعده. معلش انا اسف. طيب. لا لا، مفيش اي يعني انا مشكله. انا نفسي تجيب لي شاهد كده اسكت كده بعدها. طب سجود ادونيه لسليمان. اديني الشاهد يا نسيم. صموئيل الثاني 24. صموئيل الثاني 24. عدد 20 بتالي. اه. عدد. بيقول كده: فتطلع أرون وراء الملك وعبيده يقبلون إليه، فخرج أرون وسجد للملك على وجهه للأرض. كلاكيت 10 مرة في الشواهد اللي انت عمال تجيبها لي يا نسيم، بيقول لك سجد للملك. واحد مش شعب بيسجد للملك، والمسيح قال كده ان رؤساء الامم والملوك بيتسلطون على الناس. انا مش عايز كده بينكم. المسيح بيقر، بيقول بين الملوك والشعب بره مم. بعيد عن مملكتي بيعملوا كده، الصغير بيسجد للكبير. يا جماعة مم. أنتم لستم هكذا. لوقا 22 24 25. وبطرس في أعمال الرسل إصحاح 10 رفض السجود وطبق كلام سيده المسيح، لأنه كان تلميذ أمين وعمل بالوصية. سوري يا نسيم، ده يعني برضو ضمن السجود اللي هو العادي، اللي المسيح سماه سجود الأمم، ملوك الناس للملوك وللمتسلطين عليهم. اتفضل. ده تمام. له ده طب له سجود احترام جوه بيت الله، وله سجود لرجل دين جوه بيت الله زي ما بيحصل جوه الكنائس. ينسيم جوه بيت الله او في مجمع الله، ان اجتمع اثنان او ثلاثه باسمي فانا اكون في وسطهم. المسيح هو اللي بيكون المتسلط والرب والسيد في النص وكله يسجد له. ما ينفعش يبقى المسيح في النص وانا اروح اسجد ولا اوطي ابوس على ايد حد تاني، ما ينفعش. اتفضل. مم. تمام. طيب سجود اخيميعص امام داود. صموئيل الثاني 18. صموئيل الثاني. معلش يا دكتور تامر، انا 18. بس بكلمك بعقليه ارثوذكسيه. لا لا، تحت امرك يا نسيم طبعا. وانا مبسوط من المناقشه بيقول بالطريقه انا ديت، تحت امرك يا علشان سيدي. كل اللي يسمعنا
من كل الخلفيات، لان للاسف الموضوع ده برضو موجود بين الخلفيات الاشوريه والخلفيات الكلدينيه والخلفيات المارونيه في الكنيسه اللبنانيه، كله للاسف مضروب بنفس الامراض يا نسيم للاسف. ربنا يرحمه. معلش قلت لي صمويل الثاني صح كام؟ 18 عدد 4 عدد 28. 18 عدد 28 نقرا مع بعض. اتفضل. بيقول كده: فنادى أخمعص وقال الملك السلام لك، للمرة الخمسين يا نسيم واحد بيسجد للملك، ودي كانت عادة القبائل يا جماعة. بيقول: فنادى أخمعص وقال الملك السلام السلام، وسجد الملك على وجهه إلى الأرض وقال: مبارك الرب إلهك الذي دفع القوم الذين رفعوا أيديهم على سيدي الملك. فهنا مم. ده الملك والناس كانت بتسجد له، ده العادي، ما كانش الراجل ده بس، ده كان كل الشعب بيعمل كده، لان دي كانت عادة هذه الثقافات في هذا الوقت. مم. هل المسيح قبلها؟ لا. هفضل اقولها. لقى 22 عدد 24 25 قال لهم كده: رؤساء الامم يسودونهم ويتسلطون عليهم، انتوا ما يكونش بينكم كده مم. خالص. طيب في جالنا سؤال انا حابب اجاوب عليه نسيم، ده برضو من اتفضل. الاسئله اللي من الاخ ماريو. بيقول كده، بيقول اخ نسيم بيقولوا انه قبلة اليد لانهم يرفعون جسد المسيح اي القربان. طيب بص يا اخ ماريو، انا هقول لك كده في تركتين في منتهى السهولة. هو ايده بتلمس الجسد صح؟ اكيد صح. طيب طب ما انا مم. كمان بقي بيلمس الجسد، خلي الناس كل تيجي تبص لفوق. يعني هو اي حاجه تلمس الجسد انا موطي عليها نبص، اذا كانت ايده بتلمس الجسد طب ما انا بقي بيلمس الجسد يعني ازاي يعني؟ فطبعا ده ما بص انا مش بتهكم على السؤال، ولكن هم الطريقه اللي بيقولوه اللي بيردوا بيها دي بيستخفوا بعقولنا، فاكريننا مم. عيال صغيره. طب ما ايه ايه رايك، اللي انا عايز اقول لمس؟ حاجه برضه. اتفضل. بطرس الرسول بيقول كده، ان هو لمس المسيح وشاف المسيح وعاش مع المسيح ورفض ان كارنيليوس يسجد له. بالظبط، بطرس هو اللي قال كده بالظبط. عاش مع بالظبط. المسيح شخصيا اه ولمس المسيح شخصيا وكان مع المسيح كذا مره. وجه كارنيليوس يعمل له مطانيه، قال له اوعى تسجد لي انا انسان. بالظبط. فاللي يضحك بالظبط. عليك ويقول لك انا بلمس جسد، قول له امال بطرس الرسول اللي كان بيعمل ايه؟ يا بالظبط. بطرس صح، يا الكنيسه الارثوذكسيه هي اللي صح. اه ولو الكنيسه بالظبط. الارثوذكسيه مستلمه من بطرس ومن الرسل، تنفذ وتعمل اللي بطرس عمله والمسيح علمه لهم، ان الرب الهك تسجد واياه وحده تعبد. بالظبط، الله ينور عليك يا استاذ نسيم. فاخ ماريو، اتفضل. زي ما الاخ نسيم قال لك بطرس رفض، فهم ليه بيعملوا كده؟ ثانيا في اخ تاني ابانوب عادل، نشوف كاتب حاجه كده بيقول آه، مش هتلاقي شيء كتابي وتسكت بعديها اخ تامر، لان مفيش هذه الخرافات في كلمه الله. امين يا اخ ابانوب امين. طيب يا نسيم، للرب. في عندك شواهد تاني في موضوع السجود في العهد القديم عشان نفتحها ونشوف هل ده كان سجود جوه بيت الله او بامر من الله؟ الاخطر من ده يا دكتور تامر، لما بيتكلموا ان يشوع سجد لملاك الرب. اه يشوع 5:14. دي طيب خطيره انا جدا. ده شاهد مهم. يعني الشواهد الباقيه دي انا بصراحه صوتي وجعني فيها. لكن شاهد يشوع معلش. 5 ده انا حابب معلش نسيم اكون بناقشه ونكون بنختم الشواهد بتاعت العهد القديم، لان عدينا فيها في غالبيتها ما فيهاش حاجه حصلت جوه طبعا. بيت الله، ما فيهاش ايه. طيب السؤال بقى، ان انا للاسف شفت نفس الشاهد ده على بعض المواقع الارثوذكسيه وبيقولوا اهو زي ما يشوع في يشوع 5 سجد لملاك الرب، فاحنا عادي نسجد للقديسين ونسجد للملائكه. طب مم. يا جماعه قبل ما اجاوب لكم، هو في سؤال، هو مين ملاك الرب رئيس جند الرب اللي ظهر ليشوع؟ مم. نشوفها في الانجيل. انتوا يا ارثوذكس لو قلتوا اللي ظهر ليشوع ده هو ملاك او رئيس ملائكه، انتوا كده ما تبقوش ارثوذكس، انتوا كده حضراتكم تبقوا سبتيين او شهود يهوه. للاسف. انتوا عارفين كده ولا ما بتعرفوش؟
شهود يهوه والسبتيين هم اللي بيقولوا ان اللي ظهر ليشوع ده ملاك الرب او رئيس جند الرب، ده حد مخلوق وهيئه ملائكيه، مش حد ذات اله. لا يا جماعه، اللي ظهر ليشوع، نفتح الشاهد ده مهم يا نسيم، لان مش اهميته بس في موضوع السجود، ولكن اهميته في من هو المسيح ومين اللي كان بيظهر في العهد القديم. يشوع افتحوا 5 بسرعه. 14. يشوع 5. يشوع 5. يشوع 5 14 مم. بيقول كده، بيقول فقال كلا بل أنا رئيس جند الرب الآن أتيت. فسقط يشوع على وجهه وسجد وقال له بماذا يكلم سيدي عبده؟ فقال رئيس جند الرب ليشوع اخلع نعلك من رجلك لأن المكان الذي أنت واقف عليه هو مقدس. ففعل يشوع هكذا. هنا في حتتين مفتاحين في جوه مم. الشاهد ده، بيهم نقدر نعرف مين رئيس جند الرب. هل هو ملاك عشان كده الكنيسة بتاخده وبتقول احنا بنسجد للملائكة عادي، ولا ده كان شخص المسيح وعشان كده يشوع هذا القائد الروحي المخضرم سجد وفهم. مم. هنا أول حاجة يشوع سجد. صح صح. طب ما انت هتقول لي يا عم دي عادة شعوب. لا، تعالى الحتة اللي جاية ودي اللي باينة قوي ليه سجد له. هنا قال له كده ملاك الرب في عدد 5، فقال رئيس جند الرب ليشوع اخلع نعلك من رجلك لأن المكان الذي أنت واقف عليه هو مقدس. مين قال الجملة دي قبل كده؟ حد من اللي سامعني الرب. فاكر مين بالظبط؟ لما الرب ظهر لموسى في العليقة، موسى في الوقت ده طبعا شايف منظر غريب وعايز يقرب وعايز يتكلم، فبيقول مم. كده فناداه الرب من العليقة. الله ناداه من العليقة، فاللي كان ظاهر جوه العليقة دي كان الله. قال له اخلع نعلك لأن الأرض التي لأن الشاهد يا دكتور المكان تامر، الذي أنت نعم. الشاهد من الكتاب بعد اذنك. هنطلعه دلوقتي في الشاهد خروج على ما أعتقد 3. خروج كويس. 23. اه لا خروج 23 يا نسيم ده بيتكلم عن الملاك، لكن انت تقصد كلام موسى ولا تقصد كلام مين يا نسيم؟ اخلع عن علي. اخلع عن عليك. مم. دي اعتقد هتلاقيها في خروج 3 عدد 5. تمام، ممكن نفتحها ونقراها كده بسرعة. يا ريت، يا ريت نفتحها، اتفضل. خروج 3 عدد 5 بيقول كده. انا هقرا من عدد 4 عشان الناس تفهم بعد اذنك. بيقول اتفضل اتفضل. فلما راى الرب، يعني ربنا لما شاف موسى أنه مم. مال لينظر، ناداه الله من وسط العليقة وقال موسى موسى، فقال ها ذا. فقال لا تقترب إلى هنا، اخلع حذاءك من رجلك لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة. نفس الجملة دي اللي خدها موسى في بداية المهمة، هي نفس الجملة اللي ملاك الرب بيفتتح بيها الكلام مع يشوع. كده بلغة نقدر نحل اللغز، يبقى اللي كان بيكلم يشوع هو نفس اللي كلم موسى في العليقة. فواحد تاني يقول لي يعني هو عشان قال نفس الجملة يبقى كده؟ يا عم ايوه طبعا، لان بيقول له المكان ده مقدس. هو مين اللي بيقدر يقدس مكان غير الله؟ في حضور الله حضور. بس. طيب هنديك شاهد تاني تفهم منه ان ده ما كانش ملاك، ده كان الرب يسوع ذات نفسه. ولكن لان الناس في العهد القديم يا جماعة كان عندهم علامة استفهام، مم. كانوا ظهورات اللي في العهد القديم، مرة الله يقول لموسى كده لا يراني أحد ويعيش، اللي بيشوف الله ما بيعيش، فكانوا فاهمين ان الله ما بيتشافش. ومرة تاني يظهر لهم حد يقول لهم أنا الله، والحد اللي بيظهر لهم ده في هيئته وفي شكله كانوا بيسموه ملاك الرب. مم. هم ما كانوش عارفين ده الابن. السر ده المسيح هو اللي جه وعرفنا السر ده، ان اللي كان بيظهر للناس في العهد القديم هو الابن، مم. هو اللي ليه القدرة على التجسد وإن نشوفه.
الاب ما ايوه. بيتشافش. كويس. طيب افتح كده معايا نسيم بعد اذنك، مش عشان ناكد ان اللي ظهر ليشوع ده المسيح. في عندنا على ما اعتقد خروج 23:20. ايوه. خروج 23:20. في خروج 23:20 بيقول كده: ها أنا مرسل ملاكا. ده الله بيكلم موسى. مم. ها أنا مرسل ملاكا أمام وجهك ليحفظك في الطريق وليجيء بك إلى المكان الذي أعددته. يعني بيقول له كده: اللي مم. هيدخلكم أرض الميعاد، كويس، اللي هيدخلكم أرض الميعاد هبعت لك ملاك يا موسى هيدخلك أرض الميعاد. طب يا رب مين الملاك ده؟ تعال نشوف مين مم. الملاك ده. بيقول له كده في اتفضل. عدد 21: احترز منه، يعني خلي بالك منه، واسمع لصوته ولا تتمرد عليه لأنه لا يصفح عن ذنوبك. اسمع اللي جاي دي: لأن مم. اسمي فيه. لأن اسمي يهوى، اسم يهوى الله الآب في الملاك مم. ده. مين الملاك يا نسيم في الكتاب المقدس كله اللي واخد اسم يهوى؟ ما عندناش ملك اسمه كده. في واحد مم. بس، واحد بس اتكتب عنه في الكتاب المقدس انه هو الوحيد اللي ورث اسم اعظم من الملائكه، اسم ابوه يهوى، هو المسيح. الكلام ده انا جبته منين؟ افتح عبرانيين 1 بعد اذنكم. انا عارف انتوا صدعتوا من الشواهد، بس الشواهد دي بتخلينا يا جماعه صلبين جدا في كلمه الله، ومحدش يعرف يهزنا ولا يزعزعنا. افتح كده بالظبط. عبرانيين اصحاح 1 عدد 4. بيقول كده، بيتكلم عن المسيح. بولس هنا بيتكلم عن المسيح، بيقول صائرا اعظم من الملائكه. اسمعوا، طب اعظم من الملائكه بايه يا عم بولس؟ بيقول بمقدار ما ورث اسما افضل منه. مم. المسيح ورث من الاب ابوه اسمه. ما انا النهارده لما يبقى عندي ولد حلو واجب بورثه كل اللي عندي. فبيقول ان المسيح ورث يعني خد اسم ابوه. كلمه وراثه مم. معناها كده. فالمسيح ورث اسم ابوه. اسم ابوه ايه؟ يهوه. مم. ما بتستغربش. انا عارف ان الكلام ده لو في حد دلوقتي من شهود يهوه ولا سبتي هيبقى عايز يخبطني بحاجه في نافوخي. اه يا عم، بولس بيقول لك كده يا اخ يا سبتي ولا شهود يهوه. مسيح ايوه. ورث اسم ابوه يهوه. وكده ايوه. نقدر نحل بالشاهدين دول، خروج 23 وعبرانيين 1. نقدر نحل اللغز بتاع يشوع 5. مين ملاك رئيس جند الرب اللي ظهر ليشوع؟ سجد له يشوع، سجد له مش لانه ملاك، سجد له لان ده كان الله الابن في صورة ملاك الرب. شكرا نسيم. مم. عفوا دكتور تامر. طب في سؤال معلش اخير يا دكتور تامر. بما انك اتفضل. كنت شماس في الكنيسه الارثوذكسيه وكنت بتسجد للعذراء مريم سجود احترام حسب الفكر اللي هم بيقولوه، تحب اه النهارده تقول ايه للشعب الكنيسه والقاده الكنيسه الارثوذكسيه؟ طيب اقول لهم يا جماعة ده اسمه شرك بالله. مم. السجود لله اللي وحده، هو انك اللي تسجد هم بيعملوه. للعذراء. اه طبعا ده شرك بالله على طول. كونك تسجد للعذراء او تسجد لاي حد تاني ده اسمه شرك بالله. ده مصيبه سودة تجيب لعنات على حياتك. يا جماعه انا مم. انا مش جاي اقعد النهارده عشان اتكلم في الطائفه دي والطائفه دي. يا جماعه احنا حتى لا ننتمي لاي كنيسه انجيليه. قد بنحضر في اي كنيسه لكن ما احناش مهدفين تبع كنيسه معينه ولا كنيسه مأجرانا. احنا بنتكلم مم. عن حق المسيح. حق المسيح بيقول كده: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. هدفنا من الحلقات دي احنا بننقل مم. خبرة. احنا للأسف كنا في كنايس بتعلمنا نسجد لآلهة تاني غير المسيح، وعشان كده دي رسالتنا النهاردة. طهر نفسك لو سمحت من أي سجود لأي حد غير المسيح، ده يجيب على حياتك لعنات. مم. وكمان انت بتهين الله. يعني عارف ممكن اوقات يا نسيم تكون مجموعة او طائفة بتعمل حاجة هي مش في الكتاب، بس الله ما بيتضايقش منها فبيعديها. ما مم. بيتضايقش منها فبيعديها. لكن انت بيعلموك تعمل حاجة بتغيظه. اقرا في سفر الرؤيا اصحاح 2 و3. في اصحاح 2 بالذات في كنيستين، سياترا وبرغاموس. مم. اقرا عن سياترا وبرغاموس. سياترا وبرغاموس كنيستين بيقول فيهم كده ان كان فيهم تعليم شياطين. تعاليم مم. شياطين بيعلموا ان هم ياكلوا ما ذبح للاوثان ويزنوا.
ويزنوا هنا الكتاب مكتوب بالشفرة، مش يزنوا يعني واحد ينام مع واحدة، لا، يعني يزنوا من وراء لههم، يروحوا لإله تاني، فده اسمه زنا. فلو سمحت يا جماعة اوقفوا الكلام ده كله. انا حابب اشارك بحاجة تاني معلش، وانا يعني بتوب عنها دلوقتي قصاد الجميع الى الرب يسوع، بس انا للاسف عملتها بجهل يا نسيم وما كنتش اعرف. في بداية مشواري في الكنيسة الأرثوذكسية كنت في إعداد خدام، وكنت بحضر حصة الألحان، ونفسي أترشم شماز. قعدت حوالي سنتين بحضر حصة الشموسية، وكنت ملتزم وبلبس في القداس. فقالوا ده في الأسقف جاي وهيرشمك شماز. طبعا هذا كان فرحي. فاللي كان ماسك حصة الألحان قال لي كده، الأستاذ محب قال لي يا تامر الأسبوع الجاي استعد، مش عارف الأسقف مين جاي. قال لي بص تبقى جاي حالق شعرك. شافه بقول له ليه؟ قال لي لأن هو المراسم كده، أنت هتطلع، هو هيكون واقف على باب الهيكل، وانت هتقرب له على باب الهيكل، هتوطي قال لي كده بالظبط، والمسيح يشهد عليا وانا عملت كده. قال لي هتسجد براسك للارض مطانية وهو واقف على باب الهيكل. قال لي بعد ما تسجد له مطانية للارض هتقوم تقف، هو يحط ايده عليك وهيقص حتة من شعرك. فقال لي انت قص شعرك عشان شعرك ما يبقاش شكله وحش. وفعلا رحت في اليوم دوت ولبست التونيا، ولما جه وقت الرشامة رحت عند الهيكل، سجدت براسي لهذا الأسقف إلى الأرض، إلى أن جبهتي وصلت للأرض عند رجليه. وقمت وقفت، وراح قص حتة من شعري واترشمت. أنا بعد ما عرفت الحق ده قلت يا نهار اسود، ده أنا كنت بغيظ ربنا وأنا مش دريان. للأسف بنغيظ الله بعمايلنا وبالتعاليم اللي إبليس حطها جوه الكنيسة للأسف، جيل عن جيل، واحنا مش فاهمين ان ده شيء بيضايق الله خالص. وحتى في موضوع النهارده كنا بنتكلم عن ان الناس بتسجد للعذراء مريم، واللحن اللي هو طلعناه من شويه اللي هو البراكلس بتاع اللي هو الميلاد المجيد، برضه بيقول كده نسجد عند اقدامك ايتها العذراء القديسه مريم. يا جماعه ده كله تعليم فاسد، مش هينوبك منه غير اللعنات والمشاكل، وانت كده بتصير غضب الله. خرجوا منها يا شعبي لا تشتركوا في أسامها فتنالوا من ضرباتها. شكرا ليك يا أخي تامر، وشكرا ليك يا عزيزي المشاهد للمتابعة. انتظرونا بكرة ومفاجأة جديدة من كلمة الله في فضح أعمال إبليس داخل الكنيسة الأرثوذكسية. سلام. سلام، تصبحوا على خير.